كل حاجه موجوده على لينكد ان، انت بس تفضله شويه. هل ما ينفعش احط حاجه تانية جنب الاسم والبوزيشن او الجامعه والكليه؟ الكفر فوتو المفروض نحط فيها ايه ونعملها ازاي؟ هم دول الحاجتين المهمين. ليه اصلا اعمل بروفايل لينكدين؟ وانت شايف فعلا بيفرق مع الناس؟ هل فرق مع هشام؟ وشايف انه ممكن يفرق مع طلبه وخارجين وناس سينيورز؟ Your nothing could be everything to someone else. يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ كل اللي يعرفني عارف ان على مدار رحلتي في اي كارير كان دايما في شخص بتلاقوه ظاهر معايا في حاجات كتير. انا اتعلمت منه حاجات كتير. هو ما كانش بس صديقي، كان شريكي، كان صاحبي. سافرنا مع بعض، اتفسحنا مع بعض، اشتغلنا مع بعض، عملنا كل حاجة مع بعض. وعلى مدار الرحلة دي، ويمكن دي حاجة أنا يعني ممكن هو شخصيا ما يكونش يعني عارفها، إن سنة 2019 وأكتر من سنة، وبالذات كانت سنة 2019 كانت نقلة نوعية في حياة رحلة أي كارير، وكان الفضل فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى لصديقي ده. وعلى مدار الرحلة دي من السنين، من سنة 2019 لغاية دلوقتي، الثلاث أربع خمس سنين اللي فاتوا دول، إحنا شخصيا مرينا بتجارب كتير قوي مع بعض، في السفر وفي المشروعات في الايفنتس اللي عملناها مع بعض، وفي كل حاجه احنا عملنا حاجات كتير قوي 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 مع بعض. على مدار السنين دي في خبرات احنا نفسنا اكتسبناها، فقلنا طب ليه لا ونطلع كده مع بعض ونستضيف صديقي ده في سلسله كده من الحلقات نتكلمكم فيها عن الخبرات اللي احنا مرينا بيها مع بعض. حاجات هتبقى بترفلكت على الكارير ريدنس، ازاي ابقى مجهز للكارير بتاعي، وازاي احضر للشغل، وحاجات بقى مختلفه جديده كتيره. فمن فضلكم رحبوا معايا بصديقي وشريكي وشويه حاجات كده كتير، دكتور هشام العراقي. انا عايز اقول لك انا يعني من زمان قوي مستني اطلع معاك في اي ايفنت او اي بودكاست عشان اسمع الانترو دي، والحمد لله انا اتعيد كذا مره. بجد بتعجبك ده يعني والله حبيبي. الانترودكشن عظيمه وربنا يعلم يعني، والقلوب عند بعضها. ودايما انا حتى في البرزنتيشنز بتاعتي بحط صورتي انا وانت، وبقول اللي فيها حضن بس اللي فيها حضن انا مش عايز اقولها بس واضح ان تمام، اللي بنحضن فيها بعض دي على الستيج. وبقول ان اكرم مروان هو رزق من ربنا كاتبه لي يعني، فربنا يديم من احنا الناس اللي فعلا ما تعرفش الحته دي يعني، وبالذات من اصحابنا اللي عارفين ان احنا قد ايه اصحاب مع بعض كتير، انه فعلا هشام فرق معايا كتير قوي 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 في الكارير بتاعي، واتمنى ان احنا نكون، او انا يعني بصراحه شخصي فرقت معاه. فهشام بس الاول احنا عايزين نعرف الناس باتشي دكتور هشام العراقي. العراقي لازم العراقي، مش العراقي ولا العركي ولا العربي. فانت طبعا سمعت الانترودكشن دي 90 مره قبل كده، بس يعني خليني اقول لك سريعا كده. انا اسمي هشام العراقي، متخصص في 4 مجالات. اول مجال الاساسي اللي هو سبلاي تشين ولوجيستكس، وده لاني اول البكالوريوس بتاعي كان في كليه النقل الدولي واللوجستيات في الاكاديميه البحريه. فدخلت الكليه دي وطلعت الاول على دفعه، واشتغلت معيد في الجامعه، وعملت 2 ماجستير ودكتوراه. وانا حاليا فول تايم بروفيسور في الاكاديميه البحريه في كليه لوجيستكس. والموضوع ما وقفش ان هو تطور شويتين في السبلاي تشين. فعملت اول ستودنت اكتيفيتي متخصص في مجال السبلاي تشين اسمه سبلاي تشين سيكريتس. وبعد كده عملت اول اسوسيشن NGO تبع وزاره الضمان الاجتماعي اسمها Association of Supply Chain Professionals. جمعنا فيها الاكسبرتس والسبلاي تشين دايركتورز الموجودين يمكن في مصر، عشان خاطر نبدا نبروموت اكتر للمجال ونسبورت مع وزارات ومع حكومات وكونسلتيشنز وتريننج وهكذا للشباب. وبعد ما خلصت الاسوسيشن دي تعرفت على صديقي اسمه اكرم مروان، وربنا يبارك له كده. قعدنا نفكر مع بعضينا، قلت له اكرم انا عايز اعمل لوجستاوي سوميت. فطبعا دي لها فقره دي كانت نقله نوعيه، مش عارف والله، مع ان انا شايف الاسم كاتشي وجميل. لا واللوجو هنتكلم عنه. واللوجو انا كنت بدات اجمع الناس شويه في المجال، فعملت لوجستاوي افطار رمضان، لوجستاوي جاذرينج. فقلت لا نكبر الموضوع ونعمل لوجستاوي صامت. فلما تعرفت عليه، واقول لك برضه تعرفت عليه ازاي يعني، قلت له على الفكره وبتاع، قال لي تحفه جميله، بس طبعا مفيش حاجه اسمها انك تروح للشركات وتقول لهم تعمل لهم لوجستاوي صامت. فهو بصراحه صاحب الفضل ان هو حول القصه دي للموضوع يبقى مور بروفيشنال، وان احنا نعمل سبلاي تشين انوفيشن سمت. فسرقنا الفكره بس لطفتها بصراحه يعني كتير. وده هو الحمد لله الايفنت الاكبر في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس في الميدل ايست. بنجمع فيه كل الايكو سيستم، سواء كانوا طلبه فريش جرادويتس، ناس سينيورز، ستارت ابس، كل الايكو سيستم بتاع السبلاي تشين. عملنا 4 سنين، والسنه اللي جايه ان شاء الله يعني هنكسباند بره مصر، فربنا يكرم. وجزء تاني برضو ليه علاقه بمجال السبلاي تشين، وده ملنك في الكارير بتاعي التاني اللي هو الانتربرونشيب.
انا شغال في مركز رياده الاعمال في الاكاديميه البحريه، ومسؤول عن حاضنه اعمال ومسارعه اعمال اسمها سبلاي تشين برضو. فهي هنروح فين هنروح فين بالظبط. فانا السبلاي تشين انكيبيتور مانجر بتاع مركز رياده الاعمال في الاكاديميه، وده اللي خلاني افهم اكتر يعني ايه رياده اعمال وستارت ابس، وازاي نعمل بروجرام نسبورت فيه الستارت ابس بتوع السبلاي تشين، سبيشالي ان كان الماركت ضايع خالص في البدايه، مفيش حد بيتكلم خالص في التوبيك ده، مفيش اي اويرنس يعني ايه هعمل ستارت اب في السبلاي تشين. فالموضوع فيري كومبليكيتد، وده كان الجزء الاساسي بتاعي. وطبعا عملت ماي بيرسونال براند اسمه لوجيستاوي. ده بقى من كتر المعاناه اللي انا عانيتها، ويعني ايه لوجيستكس وهشتغل فين والمفروض الكارير دوت كويس ولا مش كويس. فده كان ماي بيرسونال براند واشتغلت عليه كتير، والحمد لله فرق معايا الحمد لله في حياتي. يعني 100,000 فولور على السوشيال ميديا عامه. ما شاء الله. هنتكلم برضو على فكره البيرسونال براندنج اكيد في الحلقات. والجزء الاخير بقى خالص هو حته انا بحبها وانت بتحبها، يمكن احنا عشان كده عاملين الحلقات دي، الحته بتاعت كارير ريدنس او البيرسونال براندنج، او ازاي اظبط لينكد ان بتاعي، ازاي اعمل حاجات ليها علاقه بالنتوركينج، الببليك سبيكينج، حبه حاجات كده حلوه يعني. فانا بقيت ترينر فيها، كونسلتنت فيها، وباشنت في الحته دي قوي. واخر حاجه خالص بقى ده موضوع الجمباز. اخر حاجه يعني حاجه مش مهمه صغيره كده، ده نص الاولاني بقى في حياتي. انا اتولدت لقيت نفسي بتشقلب انا والعيله كلها، بابا وعمي واختي. ماما بس هي الوحيده اللي ماشيه على رجليها عادي، بني ادم يا جماعه طبيعيه. كلنا بنتشقلب في البيت، بس طبعا فهمت المجال كويس يعني. هو مش كلنا بنتشقلب يعني، اشرح. يعني مش مجرد شقلب. انا بابا وماما واخويا واختي كلهم ابطال. دي حقيقة، احنا كلنا منتخب مصر جمباز، كلنا ابطال عرب وافريقيا وعالم، وكلنا مثلنا مصر في المجال. وانا حاليا عضو منطقه القاهره للجمباز. الانترودكشن انت بتقولها كده، عارف تحس مفيش حماس، مش عارف ليه مش متحمس كده عن هشام. انا محتاجه يا جماعه هشام طبعا في التواضع اسطوره، ما بيحبش كده على نفسه خالص. يعني كان عايز يعمل صوت باسمه عادي خالص. لا بس الحلو في الانترو دي الناس بس عشان ما تعديهاش، احنا بنتكلم عن حد متفوق في الدراسه، وهنتكلم عن ستوري معينه في حته بمتفوق الدراسه. فهو داخل الكليه بتفوق دراسي، دخل الكليه ال4 سنين طلع الاول. فطبيعي شخصيه واحد انه انا شخص اكاديمي وشاطر وهو بقى على الناحيه التانية، يعني مش هينفع اقول الجزء ده، بس هو في الناحيه التانية جمباز ورياضي وبيخرج وشاب وفي نفس الوقت انا بجيب تفوق رياضي وبطلع الاول على الدفعه. وبعد كده اول ما اتخرج راح اشتغل في اكبر شركه في العالم في السبلاي تشين اسمها ميرسك. من الشركات اللي انا يعني كان بالنسبه لي كده من الشركات اللي قعدت فيها شهر 40 يوم. لا 40 يا اخي يا ما تديش حاجه اقل من صح 40 يوم 40 يوم وسبتها. سبتها عشان جالي اوبورتونيتي التدريس، ان انا بقعد وقت تدريس. وبرده دي حاجه من ضمن الحاجات اللي الناس كلها بتقول لي ازاي يعني بناء عليه يجي لك اكبر شركه في العالم. انا على فكره انا بعشق ميرسك يعني، وبحب كل الناس اللي فيها، كلهم اصدقاء جدا من اول الجي ام لحد يعني اجدد واحد موجود. بس ده تاني يرجع للباشن بتاعي. انا بحب الدليفري وبحب الشرح وبحب اساعد الناس في الحته دي، وبحب ابقى مش موظف الى حد ما، بروح من كذا لكذا. فدي برضو ممكن تبدو، انا عارف انت حياتك كلها انا كوربريت شاب كوربريت سليف بالظبط. فانا لو رجع بيا الزمن تاني هختار نفس بس الحلو بقى بجد والله يعني الناس تسمع الانترودكشن. انا متفوق ما شاء الله في الدراسه، وبعد كده دخلت شركه عملاقه، قلت لا ماليش فيه، انا عايز اكمل في مجال التدريس. وبعد ما كملت بقى في مجال التدريس، انا جنب ده كله متفاتح في قصه رياده الاعمال، وعايز اعمل بقى، ودخلت في الانكيبيتر مجال حاضنات مجال رياده الاعمال. فبقى متخصص كمان في السبلاي تشين. فانا في السبلاي تشين درسته، اشتغلت في المجال الانتربرينور، وجنب ده بقى انت عامل حاجه لوجستاوي. فالناس تبص انا دايما انت عايش ازاي. بحب الكلمه بتاعت اللي هو اعرف حاجه عن كل حاجه واعرف كل حاجه عن حاجه. وانا يعني انا بحب السبلاي تشين از فيلد، بحب المجال ده. وبرده الناس اللي لو ما تعرفش، انا متخرج الاول على دفعتي والجي بي اي 4، ومش فاهم حاجات كتير وحاسس ان انا تايه. ودي كانت تيرنينج بوينت في حياتي، ان مش هينفع الاجيال اللي بعدي تبقى بنفس المنظر ده. فلا انا محتاج ابيلد كوميونتي في سبلاي تشين. يعني حتى على لينكد ان كاتب ان انا سبلاي تشين كوميونتي بيلدر، بغض النظر عن الايجو. بس انا بقول لك لا ده يعني حاجه جانبيه مش حاجه فانا هعمل كوميونتي ليه علاقه بالستودنتس، وهعمل كوميونتي ليه علاقه بالبروفيشنالز وبالستارت ابس وبكل الناس دول اجمعهم مع بعض، والسوشيال ميديا. فيعني
unbelieve in supply chain. لا والله انا يمكن عشان انا فعلا ما قلتلكش الكلمه دي قبل كده، بس فعلا لما بتسمع الستوري هي ما شاء الله ملهمه بجد والله، لان الحاجات غير بعض وكتير، وبعد كده ما شاء الله ما شاء الله صعب تلاقي حد رياضي وشاطر اكاديميا وشاطر في الكارير وزي ما تقول كوميونتي بيلدر، وبعد كده بقى يعمل حاجه للطلبه ويعمل حاجه في حاجه بعد كده عمل صامت ما وقفش تقريبا. ما فيش وقت تعمل كل ده. بص يعني كل حاجه من الحاجات دي هم حاجتين، سعي وربنا بيكرمك باشخاص بتعديك لحته تانية. يعني زي ما انا قلت لك انت شخص من ضمن الاشخاص اللي فرقت معايا كتيره في حاجه كبيره في حياتي. قابلت محمد شلبي ففتح معايا حاجه ليها علاقه بالاسوسيشن، دكتور وائل دسوقي في مركز زياده الاعمال والانتربرنورشيب. انا الناس دي ما كنتش عارف انا هقابلها امتى ولا فين، بس الواحد بيسعى. وعندي ستوري على ازاي انا اتعرفت على اكرم والنتوركينج تيبس هنقولها في حلقه النتوركينج لان الاشخاص هي opportunities، فكل حد بتتعرف عليه بيفتح لك باب رزق انت مش متخيله ومش مستوعبه. فمفيش حاجه بتبقى بلاند على قد ما انا عندي باشن وعندي سعي ان انا ربنا ان شاء الله يكرم وبنمشي وعلى الله. يعني على الله حكايتنا بالظبط على الله حكايتنا. احنا الحلقات دي بقى انا قلنا كده هشام ايه، تعالى بقى نتجمع ونطلع كده اول مره مع بعض في بودكاست، ومش نطلع في بودكاست واحد لحسن تكونوا فاكرين نطلع مره واحده، لا سيريز اوف حلقات ليها علاقه بمجالات بقى مختلفه او بتبس مختلفه. فقول لنا كده يا هشام احنا هنتكلم مع بعض في ايه النهارده ولا عامه في الحلقات؟ يعني في الحياه في الحياه عامه هنعمل في الحياه ايه الدنيا. احنا لما قعدنا اتكلمنا فكرنا نبدا الاول بلينكد ان، لان لينكد ان هو غير في حياتي 180 درجه في حياتك انت الشخصيه. جدا. وبالنسبه لي كان هو انا كنت مهتم بفيسبوك قوي، وكانت حتى اول حاجه عملتها هي انا عامل في صفحه فيسبوك، وهي دي اللي بدات بيها اللوجستاوي. كان اللوجو خطير يا هنتكلم على اللوجو ونسيب المهم. يا جماعه عادي اللوجو كان وشي عادي زي طارق نور ما فيهاش مشكله، مش حاجه. التواضع نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله. يعني في حاجات كتيره اتغيرت للاحسن الحمد لله. لا هو ده اللوجو الابديتد، ده الابديتد. كان في لوجو بقى بالعربي نقل وسفن كنت حاطط كل المودز في ترانسبورت على بتاع الكرياتيفيتي، يعني كانت واصله لمرحله صعبه. الحمد لله وجودك في حياتي. هنتكلم على لينكد ان. على لينكد ان ده كتوبيك، واقول باقي التوبكس كمان هنتكلم عليه كمان الناس يعني هنحرق عادي. فلينكد ان ده رقم 1. رقم 2 البابليك سبيكينج، عشان خاطر هو حاجه من ضمن الحاجات المرعبه لناس كتيره. وانا في اي سيشن يا جماعه مين هنا هو بيخاف يتكلم قدام ناس؟ تقريبا كل القاعه بترفع ايديها، ده منطقي وطبيعي وهنتكلم عليه بالتفصيل. بس عندنا حبه تيبس لطيفه ان شاء الله يعني هتفرق مع الناس كتير. حلو. غير البابليك سبيكينج الحته بتاعه تيبس اوف نتوركينج، خلي بالك الموضوع يبدو ان هو مش توبيك، ولكن لا ده هو حوار. واحنا بنتعلم منك انت الحته دي بالذات بحبه حاجات بتقولها، دخلات معينه الكلام ده وده الموضوع بجد مهم. يعني انا دايما بقول ان النتوركينج هي الواسطه الشرعيه القانونيه الحلال، وهي بالظبط زي ما هي الناس على طول تقعد تقول لنا طب انا ما عنديش واسطه، انا ما عنديش حد اعرفه يظبطني في الشركه الفلانيه، عشان كده محتاجين انت بالظبط تكبر النتورك عشان عندك واسطتك. حلو قوي بالظبط. فنتكلم عن لينكدين، هنتكلم عن البابليك سبيكينج، وممكن يبقى معاها سنه ازاي بتتكلم مع الناس او ازاي بتعمل برزنتيشن على بشكل مبسط، بس برضه هنتكلم اكتر عن البابليك سبيكينج للشكل كانك واقف على الستيج او بتدي تتكلم مع ناس كتير، وهنتكلم عن النتوركينج وهنتكلم عن كمان. وفي توبيك مهم احنا عشنا فيه كتير يعني واتمرمطنا قوي وبيتنا في الشارع وشيلنا باليتات وحاجات. فده ده ايفنتس مانجمنت. لو انا كهشام عملت مع اكرم مثلا حوالي 5 سامتس، بس اكرم لوحده واي كارير بتعمل كل يوم 5 سامتس. يعني هم على مدار السنه لو حد شاف الكالندر حاجه ممكن مش لاقيين في الكالندر مكان يحطوا فيه الايفنت. فعايزين برضو نشير الاكسبيرينس والتابس والحاجات الحلوه، الحاجات اللي ياخدوا بالهم منهم، وازاي يجيبوا سبونسر، وازاي يتارجتوا الناس، وازاي يعملوا ايفنت قوي. وبما اننا بقى بنتكلم واحنا اي كارير، فهن اخر 2 توبكس هنتكلم عنهم هنحشرهم يعني كده يمكن يبقوا مفيدين. هنتكلم عن السي في وهنتكلم عن الانترفيو، ناخد بقى كل الكلام ده وازاي يبان معاك في السي في وازاي يبان معاك في الانترفيو. هيبقى في كده 6 توبكس كده لذاذ جمال ان شاء الله. وغير كل التوبكس دي لو محتاجين توبكس تانية قولوا بس في الكومنتس، احنا محتاجين نتكلم عن 1 2 3 4 وان شاء الله يعني هنظبط القصه دي وسهله وهنغير القمصان يا جماعه. الموضوع بسيط خالص، هو البودكاست ده كلام مع هشام في اي حاجه ما تقولش فين. وان شاء الله يعني تبقى حاجه لطيفه خفيفه وما فيهاش، احنا مش في محاضره ولا حاجه دردشه، بس ان شاء الله هنقول تيبس يعني هتفيدكم كتير. نبدا النهارده باول اول توبيك، وهو
لينكدين، وعايزين نتكلم بقى الناس عن لينكدين وازاي بعمل بيرسونال براندنج على لينكدين، واصلا ليه لينكدين مهم. عايزين نقعد نتكلم كده في شويه توبكس. وعايز اقول حاجه قبل ما نخش في التوبيك كتكنيكال. انا اصلا اول معرفتي بهشام اللي ريليتد قوي فكره البيرسونال براندنج ولينكدين، انا عرفت هشام من سوشيال ميديا في الاول خالص. فشفت حد بينزل توبكس عن السبلاي تشين اسمه لوجستاوي، وكنت بطق اسمه غلط بس انا عارف ان هو هشام لا هشام العرقي مش العرقي مش العرقي مش العراقي مش العراقي. فشفت الفيديوهات كانت حلوه وعن السبلاي تشين، وانا كنت مهتم بمجال السبلاي تشين ان انا كنت عايز اشتغل في PNG في السبلاي تشين. ولقيت كده فيديوهات شكلها لذيذ، وكانت بدايه انه يبقى فيه ناس بتعمل محتوى اونلاين مفيد. وكان الوحيد اللي بيتكلم في مجال السبلاي تشين مين بيتكلم في السبلاي تشين اصلا في مصر. وكان يمكن كان عندنا ما شاء الله كان عندنا 2 ايكونز كبار في مجال السبلاي تشين في مصر. يعني يمكن من زمان كان يحيى عرفة لما كان موجود في مصر، كان يحيى على طول بيعمل كورسز كتير في السبلاي تشين، وكان هشام كان بيعمل على طول اونلاين كونتنت وبيتكلم بقى بالبلدي عن اللوجيستكس اللوجيستكس في عيد الحب وعيد الأضحى ايوه بالظبط، وفي الفالنتاين وفي كل محتاجه ابسط المعلومات للبني ادمين فانا دي كانت اول مره اعرف بيها هشام، وده كان بالنسبه لي ده انديكيتور ده ما ده نوع من انواع البيرسونال براندنج. ويمكن كانت ساعتها ما كانش قوي اللينكدين واخد المساحه دي الناس ممكن تستغله في حته بتاعت البيرسونال براندنج. لكن احنا واعتقد هشام نفس الحركه انه برضو اعتقد انت كنت عرفتني برضو من حاجه فيديو عن السي في اوكي والانترفيو. هو الحاجتين دول ما غدتش خد بالك، بس خطير والله يا جماعه. هتسمعوا الحلقتين بتوع البودكاست دول انبهار. فكان نفسي اروح اتعرف عليه قوي. خلي بالكم برضو السوشيال ميديا بتدي بوزيشننج حلو. يعني اكن بالظبط حتى طلع في التلفزيون او في الجرايد او كده بتدي بوزيشننج حلو. فانا بالنسبه لي اكرم مروان ده كان حلم انا عايز اروح اتعرف على اكرم مروان. ويا ريتني ما اتعرفت عليه والحمد لله بقى ربنا حسبي الله ونعم الوكيل. حلو قوي. تعالى بقى ندخل في لينكدين وهشام بهرني بقى. فانت بتسمعوا شويه كلام النهارده على لينكدين غريب. ليه اصلا اعمل بروفايل لينكدين؟ وانت شايف فعلا بيفرق مع الناس؟ هل فرق مع هشام وشايف انه ممكن يفرق مع طلبه وخارجين وناس سينيورز؟ احنا للاسف ممكن الاويرنس في لينكدين في مصر مش احسن حاجه. دلوقتي بقت احسن، لكن الاول بقول لك زي ما قلت لك هو فيسبوك، انستجرام، تويتر، تيك توك، تمام. الحاجات دي هي اللي واخده الايه الباز. هاويفر ان خدها لي كده منشط. هاويفر ولا المنشط اللي جاي اوكي اللي ما عندوش لينكدين هو مش متواجد في البروفيشنال لايف. اوكي هو مش موجود، مش معانا، ما حدش شايفه. يعني if you are not visible you are invisible على لينكدين. فليه؟ لان في مجموعه بني ادمين موجودين على لينكدين بيعملوا مهام مختلفه. ايه هم ومين دول؟ اول حاجه ناس محتاجه تهاير ناس، توظف ناس، وناس عايزه تتوظف. دول عاملين شغل عالي على لينكدين وهنتكلم عليهم بالتفصيل. طيب ناس تانية بتعمل بيزنس براندنج وبيرسونال براندنج. بيزنس براندنج زي ايه؟ الشركات. كل الشركات دلوقتي حتى لو انت متابع لينكدين، يا جماعه احنا الشركه النهارده عندها فطار، عندنا اوتنج، جبنا حد عملنا له هايرنج جديد ويعملوا له بوست على السوشيال ميديا، نزلنا النهارده في ايفنت سبونسر او بارتنر فمحتاجين نوري ده للناس، جبنا اوفيس جديد والاوفيس شكله عامل كذا. ده كله اسمه ايه؟ بيزنس براندنج. طيب والناحيه الثانيه بيرسونال براندنج، الاشخاص بتبدا تنزل كونتنت عشان خاطر تتعرف في الايكو سيستم بتاعها وتبين بوزيشننج معين هم عايزين يبانوا بيه عشان يتفتح لهم اوبورتونيتيز تانية. حلو قوي. فدول مثلا كده ايه سيجمنت تاني. في ناس هدفها ان هي تجيب بيزنس ليدز، فانا داخل انتورك مع ناس عشان خاطر اطلع ببيزنس ليدز. ودول بنشوفهم كتير، هتلاقي حتى داخله في المسجز نفسها، وحد بيبعت لك بيقول لك انا فاتح شركه شحن في الصين فعايز اكولابريت معاك. هو بيزنس لينكدين اصلا بقى عنده سيلز نافيجيتور، بقى عنده بيزنس موديل واضح انه ازاي تجنريت ليدز، بيزنس ليدز من على لينكدين، واضحه وصريحه وبلوك كبير جوه لينكدين. ناس تانية هدفها الليرنينج والديفلوبمنت. انا داخل اتعلم من على لينكدين، واتعلم دوت في ناس كتيره ما تعرفش في حاجه اسمها لينكدين ليرنينج. مع ان لينكدين ليرنينج دوت ببساطه كده يا جماعه من غير تفكير، هو الانستراكتورز هم اجمل ناس في العالم. هو لينكدين مش هيجيب اي انستراكتور يتكلم في اي توبيك. فلا لو سمحت خش اتفرج على الكورسز وخد شهادات من لينكدين، الموضوع هيبقى قوي غير الكونتنت اللي بينزل من الشركات ومن الاشخاص.
فليرنينج اند ديفلوبمنت ده مهم جدا جوه لينكدين. فدي ناس كتيره مختلفه، في انفسترز بيدوروا على ستارت اب، في ستارت ابس بيدوروا على انتربرنور شيب سنترز، حياه كلها مصلحه في البروفيشنال لايف. طب عشان يثبت لك كلامي بص الارقام اللي اقولها لك دي، في 875 مليون يوزر على لينكدين موجودين من اكتر من 200 دوله. اوكي تمام. طيب في خد الرقم ده عشان هيعجبك قوي، 60 مليون شركه. واحنا النهارده لما نيجي نتكلم على نقول للشباب ماركت اويرنس وعرفوا الشركات والكلام 60 مليون شركه. وانت بقى لو عارف كام شركه، انت اكرم اللي هو اجمد واحد في الكوكب في الحته دي. 50 100 شركه، عارف 100 شركه. طب في 60 مليون، عارف 300 بلس عشان دي الافي بس 300 بلس طبعا بلس ده قد ايه ما اعرفش، بس انا 400 لا هو بلس عشان ما نعدش بقى. واي حد تاني يفكر هو يعرف كام شركه، انا بقول لك في 60 مليون شركه. طبعا الستاتستيك دي جلوبالي، بس ايفن الشركات دي معظمها يعني مالتي ناشونال، ففي حاجات كتيره موجوده في مصر. في اكتر من 150 الف ديسيجن ميكر اللي هو الليدرز بتوع الشركات بالظبط. اكتر من 95% من الاتش ار موجودين على لينكدين، وبالتالي هو رقم 1 جلوبالي بلاتفورم في الريكروتمنت. ده ديفنتلي ده بقى مفروض يا جماعه منه. لينكدين بقى رقم 1 في الريكروتمنت في العالم بالزبط. يعني اتس ذا بيست بلاتفورم في السعوديه، في مصر، في الامارات، في هولندا، في اي حته هو رقم 1 بلا منافس. وبالتالي بيقول لك every 1 minute في 8 بتعينوا من لينكدين. يعني احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي كده. لا انا عاجبني الريسيرش. لا معلش اكرم. لا انا عاجبني الريسيرش. لا عاجبني في حاجه، في لقطه. لا في لقطه عجبتني دلوقتي. فانت بتتكلم في ارقام مهوله، واحنا مش واخدين بالنا من الكلام ده. فلا الواحد محتاج يركز اكتر على لينكدين عشان هو يستاهل، هتلاقي منه opportunities كتيره. وبالنسبه لموضوع الهايرنج، احنا اصحابنا كتير في اتش ار هم بيعينوا مني عن طريق مثلا 3 حاجات اساسيين. واحده منهم اللي ممكن ما تكونش مهمه قوي، اللي هو البوش سيستم. يا جماعه اللي عايز يقدم سي في اهو، واحنا عاملين في جوب اوبورتونيتي مفتوح، سواء بقى الايفنتس او اونلاين او هكذا. الحاجه الثانيه دي مهمه قوي، ريفيرلز. طبعا اكرم عندك حد كويس في السيلز؟ عندي. لو هو عارف اكرم كويس وانت عارف الشخص دوت، هو اشتغل. والحاجه الثالثه والاساسيه، وهي دي اللي 99% ايه؟ لينكدين. اوكي. فده بخصوص الحته بتاعت لينكدين واهميته، واللي احنا محتاجين نهتم بيها يا جماعه ارجوكم. ولو انت مش موجود، اذا انت مش موجود في البروفيشنال لايف. نايس. فدي شويه ارقام خطيره على لينكدين، ريسيرش محترم. طيب في كام ارقام بس نسيتهم، بس لا حلو كفايه ارقام كبيره كلها. طيب تعالوا نخش، عشان انت جيت في مره صدمتني على الستيج. قاعد بتكلم على الستيج والمفروض بقى فاهم، وده انت عامل لينكدين غلط. ايه ده؟ انا قلت كده اصلا كنت عايز اقول في البودكاست. اقولها تاني في البودكاست. اول حاجه بقى هعملها في لينكدين، بعمل ايه؟ الصوره بقى بتاعتي والكفر احنا عندنا كذا سيكشن في لينكدين. اوله حاجه اسمها لينكدين اوبتمايزيشن، اللي هو انت بتظبط البروفايل بتاع لينكدين زي ما بتظبط السي في بتاعك على السي في بتاعك بشكله عامل ازاي. الحاجات دي. وفي ويب سايت اسمه ريزومي ووردد. انا بقول لك ما تخشش عليه، بس يعني ده بس تبايه كده براحتك. شوف انت لو حابب تخش، يعني بتقدر تكستراكت البروفايل بتاعك من على لينكدين وتابلود على الويب سايت ده عشان تعرف قوه لينكدين بتاعتك كام في المية. نايس. مش نايس قوي لانها هتتصدم بالرقم، هتلاقي رقم وحش. وده لان في حاجات كتيره بقى من اللي اتكلم عليها انت مش عاملها. حلو ده. انا مثلا 83% وانا مش هقلبه 83%. فانا عندي جزء كبير لسه ما ظبطتوش، بحاول اظبطه. حلو قوي ده. اسمه معلش عشان ريزومي ووردد. حلو قوي. فده لو انت عايز تقيس دلوقتي، وعشان نشتغل بعد الحلقه وتشوف بعد كده تقيس هيبقى عامل ازاي الموضوع. لا مبدئيا بس انا منبهر يا اكرم. انا بادئ بانبهار كده صغنن لطيف. انا تقريبا خلصت انا يا بس خلاص. طيب البروفايل بقى نظبطه ازاي؟ منطقي كده. انت اول حاجه بتخش عليها على لينكدين بتشوف ايه؟ تشوف صوره. صح. تمام. فالصوره دي انا ذهلت لما قعدت ابص على البروفايل بتاعت الناس، ولقيت الصوره باشكال غريبه بجد. مع ان الموضوع ميك سنس. اول قلت لك الصوره المفروض تبقى عامله ازاي، هتقول لي دلوقتي تعال نفكر كده الصوره المفروض تبقى عامله ازاي. صوره عاديه، بروفايل بيكتشر. مش معايا ناس، مش على البحر. مش معاك ناس، مش على البحر، مش متصور سيلفي، مش وراك كهارب عشان انت في فرح. مش متصور سيلفي. لا ما تهزرش. لا كتير. اصلا انا بعمل الاكسرسايز دوت في كل سيشن، بفتح اخلي الناس تفتح البروفايل بتاعتهم. اوكي. وبشوف البروفايل بيكتشر. فاللي متصور سيلفي او اللي متصور بروفيل عامل كده وباصص الكاميرا كده، اللي عارف، او البنات اللي عامله كده او بتعمل ستايل او حركه بايديها،
اللي لابس زياده فلابس ببيونه، وده غلط. يعني انا بقى بقول لك ان هو لو انت طالب او حتى لو مش طالب، يعني فكره انك تبقى لابس فورمال زياده مش حلو، لانك ما بتبقاش طبيعي. مهم انك تبقى اوثنتيك، يعني تكون لابس مش كاجوال، فانت لابس شميز او لابس بليزر، بس صوره البروفايل بيكتشر مش كاجوال، ده يعني مش تيشرت. مش تيشرت أوكي. طبعا، ومش محزمها قوي او لابس ببيون او الكلام ده كله. الباك جراوند واحده من اهم الحاجات اللي بتدي انطباع حلو. فارجوك تبقى ساده. يعني انت لو اتصورت جنب حيطه بيضه تمام، مفيش مشكله خالص. لكن اي الوان، اي باك دروب، حتى لو انت حاسس ان انا المفروض لو صورت ورا باك دروب في ايفنت دي حاجه كويسه، لا ما بتتحطش هنا. ممكن يكون ليها مكان تاني هنتكلم فيه. اوكي. والحاجه التانية بقى المهمه قوي قوي قوي، انت مساحتك قد ايه في البروفايل بيكتشر. 70% من حجم الصوره وشك. 70% من حجم الصوره وشك. يعني فمتصور صوره من بعيد، لان بقى في ناس كتير، انا بقى باخد سكرين شوتس الحاجات دي، في واحد بعيد انا رجله باينه، فرجله باينه ده انت مش شايف حاجه، او زومد ان قوي فهو داخل جوه الايه السلام عليكم الصوره. ايوه السلام عليكم بالظبط. فطبعا شكلها مش حلو. فانا بقول لك حتى النص الفوقاني بس لا بعيد. فمن هنا بقى، من هنا بالظبط. فليه بقى الكلام ده؟ ايه الاوبجيكتيف بتاعه؟ عشان برضه نبقى فاهمين، عشان انا لما اشوف وشك في الشارع اعرفك. اوكي. انا هنا هو مش بتصور صوره كلاشيه حلوه، لا انا عايز اعرف ملامح الشخص ده مين. صح. فدي اهم حاجه. لازم تكون الصوره وشك فيها 70% من الصوره. ممكن تقل شويه او تزيد شويه، بس يعني بنتكلم ان ده الرينج يعني. بالظبط. مش لازم خالص تروح استوديو، مش شرط تصور بصوره بكاميرا موبايلك عادي، بس خلفيه هاديه ساده وهاديه تمام. حلو قوي. ومحدش بعد اذنكم يعمل يتصور الصوره 4:6 ويعمل لها سكان ويرفعها، لان في كتير. فبرضو الحاجات دي احنا بنشوفها، فبقول لكم بس يبدو الموضوع بسيط لكن مهم جدا جدا جدا. من نظاره شمس، عشان بفتكر الحاجات دي في كتير لما بيتصوروا بنظاره شمس. احنا هنا هو مش انستجرام، مش فيسبوك، لا لينكد ان، فلازم تكون الموضوع ايه بروفيشنال. فده بالنسبه للصوره فيها اي مشكله الصوره دي؟ ده الموضوع كان المفروض يبقى سهل. المفروض يعني. الاصعب بقى من الصوره الكفر فوتو. اوكي. انت عندك الكفر فوتو دي اكبر مساحه في البروفايل، ماشي، العرض كله من فوق. وده احنا بنعتبره اكنها بالظبط البيلبورد اللي في الشارع. البيلبورد ده احنا بنعمل عليها ايه؟ اعلان. هدف الكفر فوتو انك بتاناونس او عايز تبين حاجه انت قوي فيها. نسيبها فاضيه، معروفه حلوه جميله. لا ارجوك. هقول لك هجيب لك 2 بروفايلز ده سيراميك كأنك داخل الحمام حافي. دايما بقول لهم كده، في حاجه غلط، في سقعه. عارف الموضوع مش وورم. فلا سقعه. سقعه، في طراوه جايه من سيراميك، فشكل البروفايل سيء عشان حضرتك مش حاطط كار فوتو. اوكي. وباي ذا واي مانجرز كتير مش حاطين، مش هقول لك طلبه، ناس كتيره ليه حاسين ان الموضوع مش مهم. لا الموضوع مهم يا جماعه. ساعه وسيراميك خلاص، والراجل قفلها لك. يا تلبس جاكيت يا تغير البروفايل. فالكفر فوتو المفروض نحط فيها ايه ونعملها ازاي، هم دول الحاجتين المهمين. في ويب سايت لطيف او ابلكيشن اسمه كانفا. canva.com CANVA. تمام. ده بتخش عليه، بتختار انا عايز سوشيال ميديا. بعد السوشيال ميديا بيطلع لك فيسبوك ولا لينكد ان ولا انستجرام ولا يوتيوب ولا اي حاجه، تختار ايه؟ لينكد ان. جوه لينكد ان بتبدا بقى تشوف انا عايز ديزاين لبوست ولا لكفر فوتو لينكد ان، فتبدا تخش على كفر فوتو. جوه بقى بيبقى فيه تمبلتس كتير. والميزه هنا ان الكفر فوتو بتاع يوتيوب مش نفس الدايمنشن بتاعت لينكد ان، فيسبوك مش نفس الدايمنشن بتاعت فيسبوك. فهو ان هو بيظبط لك الايه المارجن. فانت بتبدا تاخد ده وتدور على التمبلت المناسبه ليك بالالوان بالاشكال، وكلها اديتبل. نايس. فانت تقدر تخش تغير الكلام، تغير الالوان، تقاد صوره. يا اخي انا هم نفس الكفر فوتو بتاعي على فيسبوك هو لينكد ان، واتقطع على فكره. انا هو لا ما تقلعوش بقى، هو نفس الديزاين. انا بقول لك ما تلعبش في الديزاين، ثبته بس اظبط الدايمنشنز. حلو قوي. بس فانت دي اول حاجه خالص. طب احط ايه بقى في الكفر فوتو؟ لان اللي انت قلت ان هو كانه بيلبورد، كانه اعلان. ايه بقى كانه اعلان؟ ده معناه ان هو ممكن يغير كل شويه. اوكي صح كده. خليني ادي لك معلش انا اسف، بما انه هو بينفع يتغير كل شويه، البروفايل بيكتشر مش محتاجين نغيره كل شويه. لا البروفايل بيكتشر مش زي فيسبوك الناس بتقعد تغير. لا لسه بغير البروفايل بيكتشر بتاعتي، كانت خطيره بتاعت المايك. لا دي حلوه. لو عندك صوره احلى حطها، يعني كل ما تزود صوره احلى ماشي. لكن في الاخر دي ثابته يعني. الكفر فوتو هي اللي بتغير كتير. فالكفر فوتو بنغيرها كتير. برضو مش شرط، بس
انت طبيعي انك بتبقى عايز تاناونس على حاجات في حياتك، يعني دي فدي كانها بتتغير. بالنسبه لنا مساحه لاناونسمنتس مهمه. بالظبط. يعني كفر مم. فوتو بتاعتك انت مم. الاول كانت اي كارير، مم. تمام. فانا عندي شركه يا جماعه اسمها اي كارير، انا مم. الفاوندر والسي او بتاعها. مم. شويه وقلت حطيت سلوجن ان احنا بقينا ديجيتال بلاتفورم مم. مثلا. فانا هنا عايز اقول ان يا جماعه الويب سايت بتاع اي كارير او اي كارير بقت ديجيتال بلاتفورم. طيب تعالى بقى نفكر الناس المفروض تحط ايه. مم. في حاجات كتيره، بس اولويه رقم واحد سبيشالي لو انت طالب، مم. انك تحط الفيلد بتاعك. ايه اللي انت ممكن تحطه يبان الكارير او تخصصك ايه. انا النهارده دخلت على البروفايل، شفت صورتك وشفت مجالك. يعني لو انا في حقوق، مم. فلو دخلت ولقيت الكفر فوتو ميزان، تمام، انا فهمت انت بتاع ايه. اوكي. لو انا في سبلاي تشين ولوجيستكس دخلت لقيت كونتينرز وسفن، انا تمام. لو انا كمبيوتر ساينس دخلت ولقيت بروجرامينج وكودينج وبتاع، انا تمام. فدي اول حاجه ودي اهم حاجه كصوره. يعني فيها صوره بتدي صوره انديكيشن بتدي عن المجال. indicator. ده اوبشن. اوكي. طب لو مش عايز احط صوره، اه حط كود. خش على جوجل اكتب كودز فور كمبيوتر ساينس، هيطلع لك حبه حاجات ليها علاقه بالكودينج والاكواد والحاجات اللي انا مش فاهمها. هتاخدها كوبي بيست وتحطها. حلو. اذا المقصد هنا من القصه دي ايه؟ ان انت تحاول تهايلايت الكارير او الفيلد بتاعك. نايس. ده الاساس، دي الاولويه رقم واحد. طيب بس هل ده معناه هو ده بس؟ لا، عادي بقى، انت ممكن تغير حاجات كتير. يعني لو انا النهارده في اناكتس ورحت الكومبيتيشن اللي في الاخر اللي في الكونفرنس وكسبت، وانت والتيم بتاعك، هات الصوره دي وحطها. انت عايز تهايلايت ده، نايس. او عايز تحط لوجو بتاع ستودنت اكتيفيتي، او هتلاقي معظم بقى الشركات بتعمل كفر فوتو ثابت مكتوب عليه ورا براندنج الشركه وتبعته للموظفين يحطوه. فانا عايز ابين ان الشخص دوت حاطط او شغال في شركه اكس. فكل الحاجات دي انا بقدر اغيرها. ادي لك مثال تاني عشان برضو كل واحد يشوف ايه الريليتد بيه ويظبطه. احنا النهارده بنعمل بودكاست، فهحط كفر فوتو الاساس بنقول ان في جوب كاست. نايس والله. احط اسمي في احط في انت دلوقتي هو الكفر فوتو بتاعك براندد بالجوب كاست ديزاين، وتحتيه سيزون 2 كارير ريدنس. تمام. طيب شويه وقررت تعمل كتاب وعملت صورته، حط واناونس بديزاين ان هي اعلان بشكل اساسي لكل حاجه مايلستون او اناونسمنت مهمه، حاجه كبيره انت عايز تحطها. لكن الاساس هو الايه في الاخر الفيلد بتاعك. وطبعا كل دوت على حسب الدنيا بتبقى ماشيه. نايس. حلو قوي. حلو قوي. فكل مايلستون، يعني انا النهارده موظف في شركه واخدت بروموشن مثلا، لو اخدت اوورد، احطها في البيلبورد بتاعتي اللي هي كفر فوتو، وغيرها يا سيدي بعد شويه لما تحس ان الموضوع بدا يقدم. حلو قوي. غيرت الصوره، ظبطت الصوره، ظبطت كفر فوتو، هكتب اسمي بس عصام. مش عصام بيه. تعالى لي بقى هنا في موضوع الاسم، لان الاسم برضه يبدو الموضوع عادي. الموضوع سهل. اكرم مروان عادي. لا في حوار. لا في حوار. اوكي. والميزه يعني لو في اي سيشن حاجه هوري لك السكرين شوتس من ناس كاتبه اسمائها بطريقه غريبه شويه او ضايفه على الاسماء حاجات. طيب خليني ادي لك مثال. انا المفروض الاسم يبقى بنحاول يبقى يونيك شويه، ودي حته مهمه عامه في اسمك في حياتك المفروض تهتم بيه. يعني انا اسمي هشام علاء الدين محمد عبد الله ابراهيم العركي. ممكن احط هشام علاء، ممكن احط هشام علاء الدين، بس الفيرست نيم واللاست نيم بيدوا اتش. وحتى المفروض ده تعمله في الايميل، ان يكون سبيشال لو عندك نيك نيم. يعني لو عندك حاجه زي العركي كده، يبقى هشام العركي هو ده اللي تحاول تثبته. انا ما اعرفش اكرم مروان ده في الاول ولا في الاخر؟ خالص. في الاخر صح. كويس قوي. طب انت اسمك ايه بقى معلش؟ ايه اكرم ايه؟ اكرم محمود كامل مروان. ما حدش يعرف محمود كامل خالص. تمام. مروان على طول. هم 4 بس واقفين. العيله وقفت هنا. حصلت. طيب فاكرم مروان ده فيرست نيم ولاست نيم. فلو سمحت استغل دوت وما تتضايقش ان اسمك في حاجه مكلكعه في الاخر. بالعكس، ده ممكن يبقى ده الطريقه اللي انت تبراند بيها نفسك. فدي اول حاجه. طيب الاسم بيتحط، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش يتحط جنبيه سي بي اي ام، سي ال تي دي، سي ام اي، سي بي اي ام. الشهادات ده مالها؟ ده ايه دخل شغل بالاسم؟ انت ما اسمكش هشام العركي سي بي اي ام. السي بي اي مش اسم الجد. في اماكن تانية تكتب فيها شهادات، بس لو سمحتوا، لان انا في حد شفته كاتب مثلا فوق ال 12 شهاده وبي اتش دي وام بي اي وسي بي ام مش عارف ايه وكل الاربع حروف ولا ماسترز ولا حاجه. ما بحطهاش يا جماعه، ده اسمي، ده مكان اسمي بس. ولا حتى بين قوسين بي اتش دي. يعني ما تحطش ده دلوقتي خالص في الاسم هنا. اوكي. بس ممكن اقول دكتور هشام العركي. مفيش مشكله. عايز تحط انجينير، عايز تحط دكتور، مفيش مشكله.
فدي تمام، لكن ما تحطش شهادات او ما تحطش اي حاجه تانية غير الاسم واضح وصريح اللي تحتيها. ودي المهمه قوي 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 اللي الناس برضو ساعات بتغفل عنها، اللي هي اسمها الكي ووردز. دي لو انت دخلت على لينكد ان ودخلت سيرش على اي بني ادم هتلاقي عنده صوره وحاجه تحتيها. هي دي الحاجه تحتيها اللي هو غالبا بيبقى التايتل. فانا هقول ان انا سبلاي تشين اكسلريتور مانجر AST انتربرينورشيب سنتر. هنا هو انا قلت ايه شغلتي، البوزيشن بتاعي فين؟ والمكان بتاعي. حلو قوي. وده تمام. انت لو طالب هتكتب ايه كطالب؟ ستودنت مثلا من جامعه كذا، من جامعه كذا، كليه كذا. وعايز تحط تخصص اوكي. ليه؟ لان دي الحاجات اللي الاتش ار بيسيرش عليها لو انت طالب او اي حد تاني يسيرش عليها. وبالتالي الشهادات اللي انت بتقول ما ينفعش احطها في التايتل بتاع اسمي. ايوه ممكن احطها في الكيوردز، مفيش مشكله. لان في الاخر انا كنت متخيل، انا على فكره كنت متخيل ان لما بتحطها في الاسم ده بيعزز ان هي تبان في السيرش، فانت تقولي لا هي اوريدي السيرش انجن بيقرا الكيوردز اللي تحتها. ما بيعززش. الناس بتحطها كتباهي اكتر كشكل، من ان هو كواجهه يعني. انا برضو كل واحد حر يعني في الاخر، دي حريه شخصيه. بس انا بقول لك الانسب انك لا ما تحطهاش، فتحطها في كيوردز. حطها في كيوردز. فكل السيرتيفيكتس بقى اللي انا خدتها دي احطها في كيوردز. هي عامه ليها مكان تاني طبعا تحت في سيكشن اسمه لو انت سيرتيفيكيشن. شايف ان لا انت واخد PhD مثلا فعايز تحطها مفيش مشكله. اوكي تمام. فهي بتبقى كده. طيب حلو قوي. فانا النهارده لو حد HR فعايز اسيرش، فهسيرش بجامعه عين شمس فهيطلع لي جامعه عين شمس الناس اللي فيها. هسيرش بكليه تجاره، هسيرش بهندسه ميكانيكا. فالحاجات دي كلها هي اللي بتحط ايه كيوردز. طيب ده الاساس. هل ما ينفعش احط حاجه تانية جنب الاسم والبوزيشن او الجامعه والكليه؟ ينفع بقى. وده اللي احنا بنريكومند بيه. ايه بقى؟ انت النهارده اكرم مروان، هل اللي انت بتعمله في حياتك واللي انت عايز تبراندو انك انت CEO بتاع اي كارير بس؟ لا، ممكن اكون عايز براند حاجات تانية فعلا. طيب انت ترينر، انت ترينر ولا اي حاجه تانية، انت بابليك سبيكر، انت منتور، انت تيدكس مثلا كنت وانت بريزيدنت للستودنت اكتيفيتي، انت PR ممبر في ماشي. الحاجات دي اكتبها في كيوردز. انت بقى بس الاساس عندنا ايه؟ التايتل البوزيشن بتاعي والشركه سلاش ترينر سلاش منتور سلاش بريزيدنت IEEE سلاش كده. مش شرط تقعد انا بقول لك برضه مش شرط. بقول لك دي حاجات حلوه لان خلي بالك هو ده اللي بيبان وانا بسكرول. ما هو الاسم وحبه حاجات. فانا النهارده كاتب انا سبلاي تشين بروفيسور ماشي، ده عشان خاطر انديكيتور يعني ان انا خدوا بالكم يا جماعه ده الحاجات اللي هتبان. ايوه وانت بتنتورك قبل لما اخش البروفايل بتاعه بالزبط. فدي من بره في السيرش بار بيبان لي الصوره بالاسم بالتايتل بالكيوردز. هي الكيوردز هي التايتل. يعني هو ما فيش حاجه هتبان غير الاسم والحاجات دي. ايوه فعشان كده مهم انك تبين انت مين وبتعمل ايه وانا ممكن استفاد منك بايه في الكيوردز دي. اوقات كنا بنشوف شركات تكتب هايرنج يعني يحطها في كيوردز. هايرنج يعني عايز يشتغل. هو عايز يقول لا عايز يقول ان هو شركته بتعين. طبعا. فيحطها في كيوردز برضه، ما يحطهاش في الاسم. يحطها في كيوردز. اسم لا طبعا. اوكي عيب بقى. ما اسم مش هايرنج. ماشي. فدي كل واحد ان هو بقى بيختلف هو عايز يحط ايه. مش بقول لك لازم تحط كل حاجه في الدنيا يبقى انت كده جامد لما تزود. لا بس انت ايه الحاجه اللي هتبين انت عايز تعمل ايه. اوكي بالظبط كده. حلو قوي. دي كده ككيوردز. حلو قوي. تحتيها بشويه كده في كونتاكتس. والكونتاكتس خطره. غير انك بتحط ايميل والقصه دي كلها في اللوكيشن. واللوكيشن من الحاجات اللي بتفرق في تعيينك ولا لا. يعني وانت بتختار اللوكيشن بيقول لك ايجيبت، ممكن تبقى ايجيبت او ممكن اي دوله عربيه او اي دوله في العالم. طيب جوه ايجيبت كايرو ايه بقى؟ كايرو اكتوبر ولا كايرو التجمع؟ اوكي مثلا ده هو كاتب المناطق. كاتب المناطق. فانا النهارده قلت كايرو التجمع وانا بهاير في 6 اكتوبر. مش هكلمك اصلا. او السلام بقى لو انت بره مصر طبعا مش هكلمك. طب لو انت في محافظه تانية مش في القاهره وويلنج انك تشتغل في القاهره، فساعتها هتحط اللوكيشن في المنوفيه اللي انت فيها ولا في القاهره؟ تحط في القاهره في المكان اللي عايز الناس مشكله ان لو حد كلمك تروح. صح. فعشان كده اللوكيشن ده وده نفس الحاجه بالظبط في الCV. انا في الاخر لو كتبت عنوان في محافظه تانية ومدينه تانية مش هكلمك. بالظبط. حلو قوي. فلو انا عايز ادور على شغل في القاهره ما تحطش اللوكيشن الا القاهره. بالظبط. حتى لو عندكش مكان في القاهره ما حدش بيعمل عليك بحث جنائي. احنا مش مباحث. بالظبط. لو انت لا بالنسبه لك مش هينفع تروح القاهره وعايز تفضل في بلدك خليك مفيش مشكله بس حط اللوكيشن هناك. تمام. فدي برضو حته تاني صغيره. نايس. في حاجه تانية اسمها providing services.
الحاجات دي برضو شكليات، يعني مش اوبليجاتوري بس يا ريت سبيشالي للناس الكبار. فانا عشان استفيد من اكرم مروان سيرفيس لازم تكون لحتها حته، يعني فيها حته ليها. فانا نود في حته بتاعت بروفايدنج سيرفيس، انت بتخش بقى والله انا كوربريت ترينر، فلو انت عايزني في الحته دي خش على الحته بتاعت الكوربريت تريننج دي جواها، ده في صفحه جواها اصلا، يعني بروفايدنج سيرفيس دي بقى بره، لما بتخش جواها بتفتح لك صفحه تانية. نايس. بتحط بقى انت الفيز بتاعتك كام مثلا، نايس. التوبكس بتاعتك ايه اللي انت بتدرسها، عايز تدرس فين، لو انت حاطط ديسكريبشن عن الكورس بتاعك اعمل كده. اوكي نايس. ماشي بالفلوس عشان بس ابقى بالفلوس. اوكي عشان بعد كده شلتها، بعد كده تحطها تاني، قلت مش هيحصل ايه يعني. ما احنا لازم نجيب فلوس. اوكي. ترينر، بابليك سبيكر، مش عارف ايه، فتبقى حاطط السيرفيسز اللي انت بتقدمها كبني ادم، عشان لو حد تاني عايز ينتورك معاك يبقى عارف ان في حاجه اسمها سيرفيس، ويبدا يريكوست في ده مش كتابه، ريكوست بيطلع له اوتوميتد، بيروح انا عايز اكرم مروان عشان خاطر تريننج، وانت بيجي لك الريكوست دوت وبتبدا تريبلاي عليه. اوف 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 عالم جوه. معلش انا كل ده لسه ما دخلتش في البروفايل. لا انت كل دوت في الحته اللي في الاول اللي فوق كده. معناه وقت ولا نقفل؟ حلو نكمل عادي. هنكمل عادي. حلو انا انبهرت. انا بس متفاجئ ان دي دي بس اول حته السيرفيس دي فوق، وبن ريكوست وبيجي لك نوتيفيكيشن بحاجه اسمها ريكوست. ريكوست جاي لك سيرفيس وانت بتاكسبت او بتريجكت. نايس. فحته برضو خطيره، بس في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفاها، بس دي مهمه انها تبان. فلو انا اكسبيرينس وعايز ادي كونسلتيشن او عايز ادي تريننج، اكتب الكلام ده وقول الريتس بتاعتك ايه، او الريت ديلي ريت وات ايفر. حلوه دي قوي. ده كده كايه النص اللي فوق. نايس. النص اللي تحت بقى ده اللي هو السي في. انت يعني سيدي عارفين في الموضوع دوت، بس خلينا هو شبه السي في جدا، بس في حبه حاجات تاتشات سنس كده بتفرق. الجزء اللي تحت في حاجه جنب اسمك فوق اسمها اد سيكشن، فانت بتفتحها عشان تملى باقي الحاجات الزياده. فعندك حاجات كور، عندك حاجات ريكومندد، عندك حاجات اديشنال. اوكي، كور وريكومندد واديشنال، مفيش حاجه ممنوعه. لا ده دول باشا عشان خاطر السكور بتاعك ما يضربش في ريزومي وورد. اوكي لو سمحت املاهم. اوكي نايس. فالكور ده اللي هو ايه؟ تعليم، اكسبيرينس، سكيلز. اوكي، education experience skills، دي الحاجات الاساسيه. حلو قوي. الريكومندد والاديشنال كلها ليها علاقه بالاكسترا كوليكولر اكتيفيتيز، بالكورسز اللي انت خدتها، بالسيرتيفيكتس واللايسنسز، لو انت عندك بيتنت، براءه اختراع، لو انت عندك publications، لو انت عايز تعمل حاجه اسمها ask for recommendation دي هنتكلم عليها بالتفصيل. نايس. او تعمل حاجه اسمها add feature، ده لو تحط بوست معين بين فوق. دي كلها في الحته بتاعت الاديشنال والايه والريكومندد. فانا بنصح ان احنا لازم نملى اللي نقدر عليه. نايس. كل حاجه من الحاجات دي بتدي لك ريت وكريديبيليتي للبروفايل بتاعك. اوكي حلو قوي. طيب نخش في الكور اللي هو ايه؟ تعليم. معلش كده ده الريكومندد. ايه الاديشنال؟ الريكومندد والاديشنال زي الحاجات دي انا قلتها مع بعض. اوكي يعني الكور الاساس والاديشنال والريكومندد حاجات شبه بعض في نفس الحته. حلو. طيب الاديوكيشن بتحط فيها ايه؟ هو الميزه انك مش بتكريت السي في من الاول، هو انت بتدوس على حاجه فيلدز يقول لك جامعه كذا، ديجري، بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، التخصص بتاعك ايه، من سنه كام لسنه كام، عايز تحط الجريد حطه. حلو قوي. بس خلي بالك وانت بتختار الجامعه، تختار الجامعه الاوفيشال بتاعتك، يعني يبقى ليها صفحه على لينكد ان فاللوجو بتاعها يبان. لان اوحش حاجه في لينكد ان كشكل ان اللوجو ما يبقاش موجود، بقى مربع كده ايه، مشوش. تمام. فدي اول جزء. تاني زي ما انت عارف السي في ما بنحطش في الاديوكيشن غير الدرجه العلميه، بكالوريوس ماجستير دكتور. حلو. ما تحطليش اي كورسات، ما تحطليش اي حاجه من الحاجات دي يا جماعه. الاديوكيشن مالهاش علاقه بالكورسات. بالظبط. الاديوكيشن مالهاش علاقه بالكورسات، ده تعليم من حضرتك في الاربع خمس الكورسات موجوده في الاديشنال او الريكومندد سيكشن. بالظبط. حلو قوي. ليها سيكشن كامل اسمه كورسز. هتخش نفس الكلام، هتملى، هتقول انا واخد كورس كذا من المكان كذا في تاريخ كذا، واللوجو بتاع المكان اللي انت خدت منه الشهاده نفس الكلام، تتاكد ان هو ايه موجود. حلو. ده كده كالحته برضو بالمره بتاعت الكورسز والسيرتيفيكتس. حلو قوي. في الاكسبيرينس دي اهم حاجه. والاكسبيرينس هنا بقى فيها صياعه. هنا اكسبيرينس او انترنشيب مش هتفرق. حلو. هما الاثنين واحد يعني للطلبه. الانترنشيبس هي في الحته الكور اللي هي في الاكسبيرينس بالظبط، فبنحطها عادي يا جماعه. لازم. ماشي. طيب مش اديشنال لا ماشي. هي في الاخر مش هتفرق كتير، بس انا بقول لك يعني هم مقسمينها كده جوه. اوكي. الاكسبيرينس مهم تختار اول حاجه الاساسيه اللي هي ايه، المكان اللي انت شغال فيه، وتتاكد ان دي الاوفيشال بيج فيطلع لك اللوجو، وبتقول المكان بتاعك ايه، وانت شغال من امتى لامتى، وانك فول تايم ولا
بارت تايم ده بقى كله عادي. في بقى عندك حاجه وانت بتكتب الاكسبيرينس حاجه اسمها اد ديسكريبشن. فلو سمحت زي ما انت بتقول كده في الحته دي اكتب achievements او انت كنت responsible for ايه. فعشان دي مهمه. هو بس انت نزلت في بنك كذا، طب عملت ايه؟ لازم تقول عملت 1 2 3 او كنت مسؤول عن كذا. ويا سلام لو عملت achievement كذا. دي تبقى احسن حاجه ان انتوا تكتبوا achievements يعني انجازات. يس انجازات انا عملتها في الشغلانه دي، انا اشتغلت في الوقت ده في الفتره دي عملت انجاز 1 او 2 او 3. حلو قوي. مفيش achievement ولا responsibilities. ماشي. طيب حاجه اصيع بقى غير الديسكريبشن، في حاجه اسمها اد سكيلز. نايس. السكيلز اللي انت استفدتها لما نزلت الانترنشيب دي او الشغلانه دي. حلو قوي. وانت بتقول والله كوميونيكيشن سكيلز، ورك اندر بريشر، الحاجات الجميله دي الرخيصه دي. في حاجه بقى احلى من السكيلز كمان، حاجه اسمها اد ميديا. طبعا ما اسمعش عشان الناس ما تبقاش خدت الموضوع بهزار. ما تقولش السكيلز البيزك. يعني قول السكيلز محترمه هنقولها في السي، بس قول سكيلز تتعلمتها. هل ممكن في الحته دي تكست انا بكتب فيه زي ما انا عايز؟ زي هاشتاجات كده. فكانه هاشتاج. فانا ممكن احط كمبيوتر تولز لو موجوده، سوفت ويرز معينه انت بتستخدمها. حلو. تكنيكال او سوفت سكيلز اللي انت شايفه ريليتد بالموضوع ده اتعلمته تحطه. حلو قوي. واد ميديا بقى. ايه اد ميديا دي؟ انا بقول للناس صور. ارجوكم ما تبخلش انك تصور نفسك. دي مش حاجه فيك ومش حاجه وحشه انك تروح تتصور. والله حاجه مهمه جدا انك توثق حياتك في كل خطوه، لان السوشيال ميديا طالباها اهو. فلو انت نزلت انترنشيب في حته اتصور جنب اللوجو. لو انت نزلت خدت كورس او ورك شوب اتصور في الورك شوب. الحاجات دي كلها بتدي كريديبيليتي ان انا دخلت شفت الصور بتاعتك وانت في الانترنشيب. نايس. فمثلا لو انا واخد اوورد صور الاورد وارفعها. صور الاورد وحطها. انا واخد يا جماعه نزلت في كومبيتيشن وطلعت فيها المركز الاول، فالصور بتاعتي وانا في الكومبيتيشن نزلها. هل ده لما انا اقول ان انا واخد اوورد تمام، ولا واخد اوورد وادي الصوره بتاعتي؟ صح. فالصوره هتدي انطباع وروح اكتر وشكل. فده السكشن في كل حاجه من الحاجات دي بقى، الحاجات الاساسيه. والحاجات دي بتعلي السكور بتاعي. بتعلي السكور. ما هو الحاجات دي مش محطوطه كده. اوكي. مش محطوطه يا راجل، مش محطوطه كده. عمر جوه بيروح في لينكد ان. فدي مهمه قوي قوي. في حته بس مهمه برضو كده اسمها الاباوت سكشن. دي فوق دي؟ مش فوق، في الحته اللي تحت برضو. ماشي. بس ممكن تبقى يعني في الاول شويه بس ممكن الناس برضو ما بتملاهاش. ودي كارثه. انا بقول لك لو سمحت احكي لي حضرتك مين هنا. فمهما اخش اشوف سيفيهات وبتاع، انا هنا انت حاطط لي باراجراف بيلخص حضرتك مين. وده بس عشان خاطر الموضوع يبقى سهل. هو البايوجرافي شويه. خش يا سيدي على تشات جي بي تي، احكي له، قول له والله انا كذا، السكيلز بتاعتي كذا، متخرج من جامعه كذا، في كليه كذا، اكتب لي بايوجرافي حلو. هيطلع لك اشكال لطيفه، ظبطها وخدها حطها. نايس. بس بتفرق كتير كتير. حلو قوي الهاك دي. فانا هخش اكتب حتى لو كلام عشوائي او راندم كده على تشات جي بي تي، هو هيفهمك، هو هيظبط. انا تعبت فاهم. عايز اقول لك كل شويه بحد اخش اغير فيها شويه عشان حاسس ان انت مهتم بقى بلينكدين. بقت للاسف ببراوز عليه بالليل وانا نايم يعني. ببراوز عليه. هي دي مش على الريلز بتاعتي على فيسبوك. ما انت لو بتنزل حاجات ده هينزل على لينكدين. ده لو ما نزلش على لينكدين يبقى كارثه اللي احنا بنقوله ده. عشان خاطر الوقت، لو حضرتك وراك حاجه فنحاول يا باشا. انا قاعد. ماشي. عندنا education experience الحاجات دي خلاص قلناها. في بس حته مهمه اللي انا بقول لك عليها اللي هي بعد الميديا قلت الاباوت عملناه في تشات جي بي تي، قلنا الاديوكيشن، قلنا الاكسبيرينس، وقلنا الحاجات الحلوه دي. في حاجه اسمها ask for recommendation. دي مهمه. ماشي. ask for recommendation دي تحت كل شغلانه ولا دي عامه؟ لا دي هو سيكشن لوحده. اوكي ماشي. انت بتدوس اد سيكشن في الحته الريكومندد او في الاديشنال، بيقول لك انت ممكن تبعت لحد بتقول له لو سمحت يا اكرم اكتب لي كلمتين حلوين. يس. ودي تخيل انت معايا كده، انا النهارده دخلت على البروفايل بتاعك، فلما جيت اسكرول شفت حاجات لطيفه، بس لقيت تحت اكرم قايل لحد خلي بالك يا جماعه الراجل دوت اشتغل معايا ونزل معايا انترنشيب وكوميتد وعنده سكيلز حلوه بتاع. والموضوع دي كانها يا جماعه بالظبط ريكومنديشن ليتر. وهي في السي في كمان عندنا سيكشن كده هنتكلم عنه اسمه الريفرنسز، ان في حد ممكن نرجع له. فالنهارده انا رحت شفت انه انا اشتغلت في بي ان جي، فانا في الوقت بتاع بي ان جي مديري هنا عمل لي ريكومنديشن. لو اشتغلت في اليو ان مديري هنا اللي في اليو ان عمل لي ريكومنديشن. فيبقى لما مديرينك والناس اشتغلت معاهم كتبوا عنك باراجراف بيتكلم عن شغلك معاهم، ديفنتلي بتفرق كتير جدا. انا بخش على البروفايل اي حد الاقي في حد كاتب له، وبعد كده هقرا بقى، انا بخش في تفاصيله هو كاتب له قايل ايه. ده كان عامل دي الحاجه اللي انت ممكن تقراها وانت بتشوف. صح حلو قوي. ولو سمحت ما تبعتش لحد ما يعرفكش.
يعني عشان برضو بتحصل كتير. انا هريكومندك ليه وانا اصلا ما اعرفكش او قابلتك في سيشن مثلا فما عنديش معاك. لا وهتفرق كمان مع الشركه، هو مين اللي بيعمل لك ريكومنديشن، بالظبط. فهو هيبص على الاكسبيرينس تايتل ويبص على مين اللي عمل لك ريكومنديشن، Yes. كان معاك في انهي شركه قبل كده. طبعا. وطبعا يفضل انه هو بيكتب الريكومنديشن دي يذكر هو اشتغل معاك فين، لانه برضو ممكن الشخص ما يجمعش. هو دلوقتي اشتغل معاك خلاص، اشتغل معاك من 10 سنين، فهو محتاج يقول ديورنج الفتره كنت بشتغل فيها معاه في البوزيشن او في المكان الفلاني ده، عشان يبقى فيه كده بفتي في الطب. خد بالك انت ما شاء الله عليك الوحيد اللي بيفتي في اي حاجه وبيتكلم صح في اي حاجه. يعني لو كلمته في البروجرامنج فاهم حاجات انا عمري في حياتي انا في الكودينج كودينج بابل وحاجات ما شاء الله. بس فيعني دي الحاجات الاساسيه. في برضو حاجه اخيره كده اسمها اللي هي الاد فيتشر. فيتشر دي اللي هو زي ان انا بنزل اي بوست او اي اكتيفيتي معين انا عايز ابينه للناس فوق في البروفايل عندي، فبرفعه اكنه بن، فاي حد بيخش بعد ما بتخلص السكشن الاساسي اللي فوق ده اللي هو الاسم والكونتاكت بتاعه بلاقي الفيتشر ده على طول. اوكي. انا عامل سبلاي تشين سامت فعايز ابينه للناس، بعمل كتاب عايز ابينه، دخلت سينت اكتيفيتي معين، نزلت انترنشيب فرحان بيها، الحاجات دي تبينها فبتبان قبل ما تنزل. فلازم نختار وننتقي طبعا ايه الحاجات اللي تبقى فيتشر. دي حاجات منتقيه طبعا. فلو انا حد يا جماعه اكسبيرينس، اكتر حاجات ممكن تحطها هنا الاوردز. طبعا الاوردز دي تنور على طول. ما بنلاقيهاش قوي بس يعني لا بالظبط. فطبعا هو المفروض دول يكونوا عددهم قليل. فلو انت عامل اي اوورد طلعت امبليف ذا مانث، امبليف ذا يير، اي حاجه والحاجات دي تصورتها واخدت بيها سيرتيفيكت، اي حاجه حطها، نزلت انترنشيب وجالك ثانك يو ايميل، اي حاجه الحاجات المميزه قوي بتفرق كتير، حطها في الحته الفيتشر يعني. ودي بينفع نحط فيها صور. لا ده هي اصلا هو خلي بالك هو بوست. اوكي. انت فبوست بقى براحتك بقى بصورته او فيديو بتاعه. نايس. فبترفعه بس فوق ان هو يبقى مرفوع فوق الحاجات اللي حلو قوي. حلو قوي. الترتيب بتاع السكشنز انا بقدر اعدل فيه ولا لا؟ هو ثابت. بس أوكي. لو انت عايز تغير في الترتيب اللي جوه الحاجه تطلع ايه قبل ايه ده سهل. اكسبيرينس، نزل اكسبيرينس تمشي في ايه، دي سهله، بتدراج اند دروب وخلاص. حلو قوي. لكن حلو. الاساس هو حاطط لك البيس. حلو قوي. طيب في حته كده مش عارف دي كانت مربوطه بالشغلانات ولا لا، كان في حته لها علاقه بالسكيلز وتلاقي الناس بتديك ريتنج او بتديك انا فعلا بقول ان هشام عنده بابليك سبيكينج. انت هنا في ده سيكشن حلو جدا انت افتكرت اسمه سكيلز. وفي السكيلز هنا انت ما بتختارش قوي، هو بيطلع لك والله انت اشتغلت سبلاي تشين انوفيشن سامت فعلا، فالسكيلز بتاعتك ريليتد بده، والناس تخش ده بتاع ايفنتس مانجمنت جامد. يعني هو بيقترح هو بيقترح اكوردنج للبوزيشنز والاكسبيرينس بتاعتك. اوكي. فبيقول لك انت الاقتراحات دي تمشي مع الاكسبيرينسز دي، والناس تخش تعمل لك اكنها بتدعمك اندورسمنت، تدي لك اندورسمنت بالظبط كده. حلو. لا ده فتلاقي بقى في الحته مثلا بتاع سبلاي تشين في ناس كتيره كاتبه لا، فدي برضو بتعزز زي الريكومنديشن. تقريبا كان في برضو سيكشن ليه علاقه ببروجكتس، لو انا بقى كلها الحاجات بتاعت الاديشنال. اوكي. فطبعا لو انت عندك بروجكت معين، ايفن لو جراديويشن بروجكت بتاعك لو حابب تعمله او حابب تحطها في البابليكيشنز تحطها. بص كل حاجه موجوده على لينكد ان، انت بس تفضله شويه. اوكي. يعني ارجوك خصص ربع ساعه في وقتك في اليوم قبل ما تنام او اول ما تصحى الصبح، ظبط فيه سيكشن، ظبط فيه كلام، اظبط البايوجرافي بتاعك، هزود حاجه هتفرق كتير في شكل البروفايل. طب معلش يا هشام، انت قلت حاجه في الاول انه انت بعد لما ظبطت حطيته على ما تفكرنيش على ريزمي ووردد طلع السكور بتاعك 83%. مش عارف اشتكي ولا يا جدعان انا بدرسه في مصر. لا العظيم. بص مش شرط يكون البلاتفورم ده اكيوريت 100%. بس هو كمان ميزته بيقول لك ان الحته دي محتاجه تتظبط. يعني هو بيقول لك ريد كده. طب انت قال لك ايه اكتر حاجه محتاجه تتظبط؟ قال لي مثلا البايوجرافي. فقعدت ادرس البايوجرافي فلقيت ان لازم في الاول خالص حاجه كاتشي. فرحت حاطط السلوجن بتاعي. نايس. وبعد كده الكونت حاطط السلوجن اللي هو يعني حاجه يعني جميله. انت فاكره اللي هو سبلاي تشين از ماي ميشن نوت ماي بوزيشن. فدي داخله تبهر الراجل وهو داخل على طول. احنا عندنا عاده معانا وهشام لما نقول حاجه عجبنا لازم نسقف فوق بص في السما وسقف. كانت فتره دي مكسوره كنا بنعمل كده احنا الاثنين. شكليات الناس مش لازم. لا مش مهم تعرفها، دي حاجات تفاصيل كده وديتيلز مش ازمه. فاصل ما بين ده واللي عادي. يجوز يعني. يجوز. بس يا سيدي ده يعني كالجزء الخاص بلينكد ان انا البروفايل بتاعي حسنته علشان يفرق في السيرش
الناس Yes. تشوفني اكتر. Yes. لما تشوفني يبقى appealing وظاهر بشكل مبسوطة كويس وفي بيك. ديتيلز حلوه وحاجات فيتشرد وحاجات فيها صور وحاجات اتراكتيف. وده دفني هتساعدني ان انا لو عايز اكونكت مع ناس ما اعرفهمش او ناس تقيله. ما هو قوه بروفايلك هو ده اللي اتضايقت من اصل حاجه. هقول لك على حاجه بسيطه. احنا واحنا بندور على سبيكرز للسمت والله بيفرق. طبعا ما هو انت واحد طبعاً. مش مهتم اصلا بصورتك ولا بالحاجات اللي جواه، فيبقى انت بالنسبه صح. لك الموضوع ده مش فارق. صح واحنا اصلا في الايفنتس هو جزء منه ده. فلا شكرا. حلو قوي. طيب دلوقتي انا ظبطت البروفايل. هنروح بقى المفروض نكون خلصناه بقى. انت بتقول لا انا بسكرول عليه كل يوم وبالتالي انا حتى انا بقيت ملاحظ اخر 2-3 ما كانش زمان النيوز فيد او الهوم بيج بتاعت لينكد ان انه انا بسكرول لفيسبوك بسكرول ليوتيوب لكن هسكرول للينكد ان وفيديوهات كتيره وبوست كتيره فانا بقى كشخص هعمل انا كونتنت طبعا سواء طالب او بروفيشنال. انت عندك بقى حته ماكره كده اسمها اكتيفيتي. حته ايه ماكره؟ اوكي. ايه بقى الاكتيفيتي دي بقى؟ دي سيكشن برضو. بتخش يقول لك اكرم مروان نزل بوست من 2018 اوكي او من 3 اسابيع او من 2 minutes او عمل كومنت او عمل لايك. اذا حضرتك متراقب ما شاء الله. يعني يعني لو حد من الاتش ار مثلا ده الجزء التاني انك لازم تبقى اكتف اصلا عشان لينكد ان يظهر للناس. محتاج تكمل البروفايل وتبقى اكتف عليه، يا اما مش هيظهر برضه. يعني بعد كل اللي بنعمله دوت لو انت مش اكتف عليه هتوحشني. يعني انا في جزء بقى خلاص انت ظبطت البروفايل خلاص تمام. لكن انا بقى عشان البروفايل ده يتشاف او اظهره عند الاتش ار واظهره في النتورك اعمل ايه بقى؟ ابوست كتير بقى. قاعدين بنبوست على نفسنا. فبقول لك الاتش ار بيخش يشوف انت كنت اكتف ولا لا، او اخر حاجه نزلتها كانت ايه وعملت كومنت على ايه. فعشان كده مش اوبشن احنا ما نبقاش اكتف. طيب الموضوع بقى هنا هو فيه تفاصيل كتير. ايه انواع الكونتنت اللي انا ممكن انزلها؟ وناس كتير قوي بتقول لك يا عم انا طالب، ايه يعني الكونتنت اللي انا هنزله؟ انا عايز اقول لك يا هشام حاجه بجد والله من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي مبهره في منت. احنا عندنا بروجرام يا جماعه اسمه منت امباسادرز، وهشام يعني ربنا يكرمه احنا مطلعين عينه معانا وبيساعدنا جدا. بيساعدنا جدا في الكونتنت بتاع البيرسونال براندنج، بيدي كتير ما شاء الله الحته دي. انا اتفاجئت ان الشباب انا ما كنتش بشوف لهم بوستس. يعني انا بشوف الشركه اي كريم بتنزل بوست او منت بينزلوا بوست، اتفاجئ انت بقى السيشن بتاعتك بالذات في 3 سيشنز غيرها ما حدش بينزل اي حاجه. السيشن بقى بتاعتك تلاقي الناس بقى منزله وبنشكر منتو وبنشكر بتقول لهم ايه. بص هو غير ان انا بجبرهم انهم يعملوا كده ما شاء الله. لا تواضع جميل مش حاجه يعني. لا بس انا بعد اللي بقوله لهم وانا بعرض لهم انا نزلت ايه ولما نزلت فتح فرصه عامله ازاي. فهو بيبقى ميك سنس. لا حاسس ان هو فعلا محتاج يعمل ده. لان في ناس كتير قوي بتقول لي لا انا مش انا اللي اخش واكتب بوست. ودايما في كود كده لطيفه بتقول لك your nothing could be everything to someone else. يعني الحاجه اللي بالنسبه لك ولا حاجه تستهيفها ممكن تبقى بالنسبه لحد تاني الله على المعلومه الفظيعه. وبديهم مثال على صوره البروفايل. وانت شايف يعني صوره البروفايل دي حاجه يعني ولا الكفر فوتو حاجه يعني علم بتاع، بس انت ما كنتش عارفها فلما ظبطتها فرقت معاك. فلو سمحت ما تبخلش في الشيرنج. ودايما الناس بتقول ان احلى احساس في الدنيا انك تجيف، انك تشير، انك تساعد حد. بقول لهم لو انتوا قاعدين دلوقتي وبتشرحوا لحد مش بتتبسط بعد ما يبقى فاهم نفس الكلام، اتعلمت معلومه لو سمحت شيرها. نايس. طيب ايه انواع الحاجات اللي بتتشير؟ في اكتر من 25 تايب اوف كونتنت. بس احنا ما فيش ايه لا القدره ولا منبهر. 25 دي مش اي كلام. ها 25 بجد شام. بس انا مش عارف بقى ما لازم نطلع موبايل عشان بس هحاول يعني اللي انا افتكره احطه. لا بجد في 25 نوع بوست. 25 نوع بوست، وكل بوست بقى ممكن تعمل عليه حكايات جوه. فراغ. انا عندي 11000 فولور. انا زيرو بوست على لينكدين، زيرو بوست على انستغرام. انا اكتف قوي على فكره. يعني انت عامل الصعب ان الناس بتتابع اكرم مروان وهو من غير ما يعمل حاجه. انت رافع ايدك كده وانا اكرومي بلم علينا عبيدك يا رب. تخيل بقى لو نزلت يعني الموضوع هيفرق كتير. والله هيفرق كتير. طيب نوع من انواع البوست وانا بقوله اعملوه
انا لسه منزل البوست ده من كام يوم. انا مين؟ امم صوره يا جماعه اللي لسه منورني على صفحتي، انا اسمي كذا كذا، متخصص في كذا كذا، مش عارف ايه، عايز تعملوا فيديو اوكي. ده بوست بسيط جدا، وباي ذا واي ده اللي بيتحط غالبا فيتشرد عشان الناس يقرا بالطريقه اللي انت كاتبها انت مين مثلا. طيب سيبك من ده، حاجه اسمها ليست اوف. ايه بقى ليست اوف؟ ايه ليست اوف ده بقى حياه جوه. دايما الناس بتحب الزتونه. باشا انا جايب لك ليست اوف كذا. اوكي فتعالى كده نفكر مع بعضينا ليست اوف ايه مثلا. انا لسه من كام يوم كاتب ليست اوف توب ماجازينز ان سبلاي تشين. اوكي فرحت حاطط اكتر 10 مجلات. معلش انت هنا بتتكلم ان انا كشخص بكريت كونتنت وبنزله بالظبط. اوكي فايه انواع مش بقول اخبار عني. لا خالص. ده انا منزل ده جزء بس انت عامل ليست اوف. الليست اوف دي انا بشوفها فعلا بتفرق كتير. بتلاقي ريتش زمان قوي اي كاريكا عندها حركه ان كل شويه تنزل البوم مثلا 6 حاجات تعملهم في يومك عشان مش عارف ايه، وكل صوره بحاجه. يا على الجمال. كان زمان ايام لما كنا انت عندك بقى، خلي بالك، عندك هاو تو وليست اوف. دول نوعين من البوست. دول نوعين من البوست اصلا مختلفين. حلو قوي دي. هاو تو دي هاو تو باث الانترفيو. ازاي تعمل السي في بتاعك. دي في ايه؟ في 4 خطوات ازاي تقدر تعمل حاجه. نايس ده نوع. ليست اوف دي غالبا بتبقى ريسورسز. نايس. فليست اوف توب كونتنت كريتورز، يوتيوب تشانلز، كتب، ماجازينز، ايفنتس. فاكر يا اكرم اصلا بشهر 3 لوحده لما كان في 100,000 بتاع فالناس بدأت تعمل يا جماعه خلي بالكم في شهر 3 من 1 ل3 في سبلاي تشين سامت، ومن 5 ل 7 في كواليفاي سامت، ومن 7 انا عجبني ان انت قلت التو سامتس بتوعنا في نفس الوقت. انا هقول ايه؟ لا معلش ما بيرسونال براندنج بقى. وقفت. ممكن تقول فين باور كمان. فين باور او ديفلوبر سامت. انت عندك حاجات كتير ما شاء الله. فده نوع وده نوع. وانا بقول لك انت مش هتتعب بجنيه. انت بتسيرش. اقول لك على حاجه بقى، ما تسيرش على جوجل. شات جي بي تي. على شات جي بي تي. يا نهار اسود والله كارثه. بس هو على فكره هو حلو في السيرش. وما تاخدوش دايما كوبي بيست، يعني حاول تتاكد من المصادر وبارافريز وبتاع. بس هتاخدها وحطه قدام الناس، هتستفيد والناس هتتبسط. فبيبان ان انت مش انت اكتف وبتجنريت كونتنت او بتنشر، بتعمل وعي لغيرك. فبيدي كده طبعا حته بيرسونال براندنج. وتاني، هل انت اللي مخترع الكونتنت فمحتاج منك خلاص؟ ده انت سرشت. ده انت سرقت اصلا. طيب بنهزر طبعا. احنا قلنا انت تخش على شات جي بي تي هو هيساعدك، لان برضو هي الفكره معايا في شات جي بي تي اوقات ان انت مثلا عشان دلوقتي بيقولوا الليست اوف الماجازينز في السبلاي تشين. على فكره ما هو ده اصلا تفكير ان هشام عايز يعمل سيرش في التوبيك ده. دي حته زياده، دي حته بتاعتك صح. وهو لما يحط الماجازينز هو هشام ما خدهاش زي ما هي، هو بص على ماجازين طب هل دي اللي كويسه ولا لا، ودورت على الويب سايت. ففي حته ما دي بقى الحته المحتوى اللي انت فعلا بتحاول تكريته. انت بتعتمد على ريسورسز عشان ريفرنسز تساعدك توصل لمعلومه اكتر. حقيقي بحاول اقول يعني لا صح لان هو في ناس بتاخدها زي ما هي كده وبتكتشف اصلا ان مفيش حاجه اسمها كده. فانت برضو لازم تتاكد ان هو مش حلو قوي للدرجه دي لسه. يعني لسه بيتطور. فاحنا برضو ما ناخدوش على قد عقل. ده تاني بوست كوميكس. وانت سيدي اللي عارفين كوميكس بس بلاش قوي على لينكدين يعني. اوكي. لا يعني هقول لك، الكوميكس كانت واحده من ضمن الحاجات اللي فرقت معايا كتير في الصفحه بتاعتي. الناس مش ناقصه اكتئاب، فهي بتتبسط لما يكون في حاجه ريليتد بالاندستري بتاعتهم. وفي نفس الوقت بتضحك شويه. فده بيبقى بتلاقي كل الناس منشنت بعض وكل الناس شيرت وفي هيصه في الموضوع. فيعني ده اوبشن. وفي الكوتس، وانت الاي كارير عملت شغل عالي في القصه دي زمان. بس برضو حاول تبقى لحد ما ريليتد بالاندستري بتاعتك او بالفيلد بتاعك. واختار كوتس بقى تكون جنوين وتكون بتتكلم عنك، وتبقى انت ممكن تعملها ريفليكشن. فلما تحط الكود تقول والله انا ده الكود دي فرقت معايا عشان انا فعلا انا واحد من الناس في كذا كود فرقت معايا. فمثلا في كود as much as you give you will get. يعني انت كل ما هتعطي انت هيرجع لك ده بالخير ليك. فدي حاجه انا مؤمن بيها فعلا. لا انا هسرقها حالا. انا اسف سرقتها منك. لا وفي كود من الحاجات اللي بحبها قوي بقولها اصلا في سيشنز كتير. luck happens when preparation meets opportunity. الحظ بيحصل لما التحضير بيقابل فرصه. صح. فحلو ان انت تقول كود وتعمل انت عليها ريفليكشن. الله شويه فتي في ايوه والله. لا
ناس طبعا، في ناس واقفه ورا الكاميرات مش فاهمه احنا بنعمل ايه، بس يعني شافوناش في شوارع باريس. ده واخد. الدواخل. في حاجه مهمه قوي اسمها الانفوجراف. الانفوجراف ده انا برضو اشتغلت عليه شغل، عملت كلت منه عيش حلو قوي. اشتغلت عليه. لا كلت ده منه انت عيش عملت كوارث. خطير. معلش بتتكلم على سبلاي تشين هاوس. سبلاي تشين هاوس وسبلاي تشين ستارت ابس اللي في معلش مصر هشام مش انفوجرافس جابها، هو كاريت انفوجرافس. يعني هو عمل معلومات حطها في انفوجراف، هو اللي مؤلفه. بيناو يصنف المعلومات بطريقه هو اللي مبتكرها. ربنا يخليك يا اكرم. ما يعني انا بدي التواضع فين؟ هشام في التواضع. مش هتقول لهم على الكتاب اللي انا بعمله بعدين بقى. طب بعدين بحاول الواحد يجتهد يعني. مهم الانفوجراف ده بقى مثلا على سبيل المثال، وخليني اقول لك البينيفيتس بيهايند الانفوجراف اللي نازل. انا النهارده قلت ان مفيش حاجه مجمعه السبلاي تشين ستارت ابس الموجودين في مصر. تمام. فكل اللي انا عملته ايه؟ داتا كولكشن، جبت اللوجوهات وبدات اقسمهم. والله ده لاست مايل ديليفري، ده اي كوميرس، ده في التصنيع، ده في بلاننج. ما تعبتش قوي ان انا اصلا ده عامله على الباوربوينت، مفيش حاجه يعني. وبدات الاول بحبه حاجات بسيطه وبدات انزلها على الفيسبوك. اللي حصل ان موظف جوه كل شركه شير البوست، والسي اوز والفاوندرز بداوا يعرفوني، فبداوا يكلموني يقولوا خلي بالك يا جماعه احنا مش هنا، احنا هنا. وفي ناس تكلمت تقول لي احنا مش موجودين، فنزلنا في الفيرجن الجديده. فبدات اتعرف بسبب حاجه زي كده. طب انفوجراف تاني زي اكتشفت برضو ان معظم الشباب مش عارفين ايه الايفنتس اللي في مصر. طب ما تجمع يا باشا الايفنتس دي في اي شكل وقول لهم ان دوت بتاع اليوث، وده بتاع البيزنس، وده بتاع الانتربرينورشيب، وده لطلبه المدارس. نايس. فبقى عندك ماب، فانت بتعمل ريفرنس تاني من لا شيء. يعني انا قصدي ان ما تعبتش عشان اعمل الكونتنت. المجهود بتاعك في تصنيفه، في السيرش عليه، وده في الاخر زي ما هشام بيقولوا يا جماعه فرق معاه في البيرسونال براند بتاعته. ان الناس شافت انه الشخص ده بيدي محتوى معين، بيدينا افاده معينه، فالناس بتبدا تخليك او تبقى بتريكوجنايزد في حته مختلفه. مش انت شخص عشوائي او تستخدم بلاتفورم ده بطريقه عشوائيه، فانت مفيد لغيرك، فده ديفنتلي بيعمل بيرسونال براندنج للشخص، بيفرق على طول. وفي ساعتها كل دي حاجات ما بعملهاش وزي ما اكرم ما بيعملش كده ما بعملهاش، عايزين نعملها. طبعا بقى الجزء بتاع الاتشيفمنت ده مهم قوي. الحاجات البودكاست لو بتعمل لايف فيديو يعني الكلام ده كبير وممكن نقعد نتكلم فيه حبه حلوين. بس انا بقى كشخص رحت حضرت ايفنت. أيوة. كنت سبيكر في ايفنت او كنت بارتيسيبنت في ايفنت، اصور نفسي يا ريت اوكي لو سمحت. وانا بقى بقول للشباب انت النهارده في ورك شوب طالعين نعمل برزنتيشن، ادي موبايلك لحد يصورك. ولو لقيت برضه عين كده هتلاقي الشباب طالعه بتعمل برزنتيشن ومتصورين، حتى لو الصوت مش باين حاطط عليه ميوزك ما عنديش مشكله، بس انت بتعمل حاجه وبتتصور. نايس. وات ايفر انت فين ونيفر انت فين، لو سمحت صور نفسك. فاحفظ كل الذكريات دي وحطها، وخاصه لما يكون حاجه بروفيشنال. طبعا. نايس. وانت في الايفنت اتصور. ولو سمحت اتصور مع السبيكرز والترينرز والمنتورز. الناس دي، ما انا النهارده كنت بنزل صور مع وزراء وزمايلي صحابي، ده بيدي بوزيشننج لوحده. صح. ده انا متصور مع وزير، متصور مع الرئيس، متصور. طب ما الحاجات دي انا منزلها عشان اقول للناس لا خلي بالكم ان في ليفل تاني صح. من هشام موجود. لا واعتقد حاجه من الحاجات يا هشام، حتى لو بنتكلم بقى ناس صغيره سنها صغير او لسه طالب لسه متخرج، لما اشوفوا انه منزل راح اكتر من ايفنت ومتصور فيه، فانديكيشن ان هو بيسعى كوميتد. والحاجه تانية، طب تصور مع زي ما تقول مع اكتر من سبيكر، ما هو مش اي حد بيتصور مع السبيكرز، فانت كان عندك كوميونيكيشن حلو، عرفت تخش حلو في ابتسامه قوي. هقول لك ليه كمل. لا فانا متخيل ان هو في الاخر دفني تتاثر على تقييمي او بيرسبشن، انطباع عن الشخص، انه لا هو مش بس مجتهد، هو شاطر، هو صايع سنه، ان هو عارف يكونكت مع السبيكرز ويسمحوا له انه يتصور معاهم. دي بقى نقطه مهمه قوي قوي قوي، موضوع ان انا ما تكسفش ان انا اروح اتصور مع الراجل، لان احنا بيمنعنا حاجتين، الجزء بتاع الكسوف والجزء بتاع الايجو، وده هنتكلم عليه في النتوركينج. عندي كوت ممكن اقول يا لهوي انا احب الكوت قوي. لغه يقول لك بحب اقولها في اول السيشنز برضو، لا يتعلم العلم حيي ولا متكبر. في واحد بيتكسف وواحد عنده ايجو. ايه ده هما الاثنين هما اللي انت قلتهم بالظبط، دي كود بقى. اوكي شفت اخد بقى
ده وانا كاتبها شاي أنا وايجو. ايه ده، بس حلوه. انا في حلو. الكوتس كتيت. لا وخلي بالك بقى برضو الحاجه التانية هم لازم يفهموها. هل احنا بنتضايق ان الناس جايه تصور معانا؟ لا طبعا. اقول لك على حاجه بسيطه. انت النهارده على الستيج قلت كلمتين حلوين ونزلت من على الستيج، محدش جالك، كارثه. هتقتل نفسك. اه يعني انت هتحفر في الارض وتموت نفسك. ليه؟ لان انا ايه ده يا جماعه، هو انا ما قصرتش؟ فاحنا بنبقى مستنيين الناس تيجي تتصور معانا وتتكلم معانا، وانت وصياعتك وانت رايح تتكلم مع الشخص ازاي بقى ترمي له هوك وتقول له كلام معين وازاي تاخد الكونتاكت بتاعه. ده هناخده كله في التابس بتاع النتوركينج. يس. مثلا انا لما نزلت قبل كده، نزلت صوره في التريننج وبقول والله يا جماعه من امتع الاوقات في حياتي وانا بدي التريننج في المواضيع دي، سبلاي تشين، انتربرينورشيب، بيرسونال براندنج. هنا الاوبجيكتيف ايه؟ الاوبجيكتيف ان انا اقول للناس جماعه انا اولا بدي تريننج، ثانيا دي توبكس. فلو حد بيفكر يعمل تريننج في التوبكس دي كلمني. صح. فتفتح لنا ايه اوبورتونيتي تاني. صح. وهكذا انت بتبراند لنفسك. عشان مره في مستشفى في المملكه العربيه السعوديه اديت اونلاين كورس، نزلته، جالي تاني يوم كورس تاني في الدوله العربيه. نايس. فانت فكر كده يعني كل حد من ورايا يا نهار ابيض. يعني ما بحبش اقول الحاجات دي بس بحب اقولها في العالم. نايس. لا انا اعتقد انت خليتني اخد بالي من حاجه. لو شاب النهارده صغير او حد جونيور شويه وعايز يشتغل في مجال معين ولقيته بينزل كونتنت كتير عن ايفنتات في المجال، كورسات في المجال، انفوجرافس هو عملها في المجال، ريفرنسز هو شافها في المجال، كتب شافها في المجال، هيجي لي انطباع ان الشخص ده مهتم قوي بالمجال وايجر قوي انه يبقى يخش في المجال. فطبيعي ان هيبقى عندي كده نوع من البايس ليه، انحياز ليه ان هو الولد ده مجتهد في المجال ده. يس. ودي بقى حته مهمه قوي. انا بقول لك وانت ببوزيشن نفسك خليك الجو تو بيرسون بتاع الفيلد. يعني انا لما افكر في السيلز هقول اكرم، لما افكر في اللوجيستكس هقول هشام. انت بقى الناس لما تفكر هتلاقي ايه؟ حتى على مستوى عيلتك، على مستوى اسرتك، على مستوى اصحابك، لازم تبقى انت معروف بالمجال بتاعك. عشان كده الكونتنت لازم يبقى كله دايركتد في الحته اللي انت متخصص فيها. ولو ما تخصصتش فانت هتبراند نفسك دلوقتي انك شخص كوميتد وطالب شاطر. نايس. ده اللي انت هتظبطه لحد ما تتخصص. حلو قوي. حلو قوي. اكومنت بقى وانجيج شكرا. ده جزء من الكونتنت اسمه ان انت اللي بتكريت الكونتنت. طب حضرتك ما تكريتش حاجه. لو انت تعبان ومش قادر تعمل ده ما تتعبش نفسك ويوز الكونتنت بتاع الناس التانية. اوكي. يعني بوست عجبك شيره. في حاجه مش انا بقول لك مش محتاج تتعب. لو البوست عجبك واثر فيك شير. هو اصلا لينكد ان بيقول لك كومنت 5 مرات في اليوم. لا واعمل شير 3 مرات في اليوم. دي ارقام بجد؟ دي ارقام. انا ارقام النهارده. انا منبهر. انا ارقام. انا بقول لك بس حبه ايه يعني ارقام. كومنت 5 مرات في اليوم بالظبط. وشير 3 مرات في اليوم اتليست. انا لو دخلت على ريزمي ووردد برضه هتلاقي نفسك رقم كبير برضه من 1000 سنه، من 1000 يوم. والكومنتس ايه؟ جود جوب، ثانك يو فور شيرنج، مش عارف ايه. الحاجات البسيطه دي اولا بتدي انديكيتور. الفضول بقى بتاع الناس، مفيش حد بيشوف البوست لوحده، لازم يفتح الكومنتس. فلما يفتح ويشوف هيلاقيك هيقادك. يعني هعمل لك اد ده على جنب وانت بتعملش حاجه بس عشان مجرد ايه انك عملت اي انجيج. انا عايز اقول للناس موقف حصل معايا، يعني ربنا يدوم عليها نعمه، يعني انه في مره في ايفنت بدون ذكر يعني اسماء، وفي واحد كان جاي في الايفنت ده منتور، وسلمنا على بعض واليوم خلص يعني، واتفاجئت بعت لي مسج على مش على لينكدين. لا مش على لينكدين، على الواتساب عادي. لا على فيسبوك، ان هو كان بيحضر ايفنت زي ده من 4 سنين كبارتيسيبنت، وهو النهارده موجود كمنتور. فالكومنت او المسج اللي هو بعتها لي دي، هو مبدئيا استفزني ان انا ابص على البروفايل بتاعه، فرحني طبعا هو انه حصل الامباكت ده، بس الاكتر ان هو الشخص المجتهد ان هو طبعا من 4 سنين كان بيحضر، وهو النهارده بقى يوم من الايام بقى منتور. وبعت لي بقى صوره او كومنت هو كان بعته من كام سنه، وانت ما رضيتش عليه. ما تقولش كده قدام، انا بقول قصه حلوه، ما تاخدهاش في الاطار اللي مش حلو.
فلا فبجد فاجئني اللي هو الناس لما بتنجيج اوقات بتعلم معاك وبتفتكرهم كويس جدا. حتى ايفن احنا بنقولها اوقات في الكورسات، لو انا شخص قاعد بينجيج معايا جوه الكورسز كتير، ده اللي هعرف اعمله ريكومنديشن، ده اللي هعرف اتكلم عنه. فحلو. فمحتاج اكومنت 5 مرات في اليوم اتليست. يا سيدي بلاش تاخدها على عاتقك مره واحده. لا حافظ. ده ريكومندد، ده ريكومندد 5 في اليوم و3 شيرز. 3 شيرز. فده غير الكونتنت اللي المفروض تنزله. عشان كده بقول لك هو محتاج اهتمام. بس تاني عشان ما تخافش وتقلق، مش مشكله. كومنت كل يوم مره، شير كل يوم مره. ابدا بس الاول عشان خاطر الطلعه صعبه. وبعد كده الدنيا بعد كده يعني هتفرق معاك ان شاء الله. جبت 60,000 فولور ازاي؟ ده موضوع مهم قوي. مش عارف نتكلم عليه في النتوركينج ولا دلوقتي؟ لا انه على لينكدين يعني، بالذات على لينكدين. عملت ايه عشان تجيب الفولورز دي؟ طيب دفعت فلوس؟ لا خالص. لينكدين اصلا اللايكايه الواحده او الكونكشن الواحده بارقام كبيره. ايه ده؟ ايه ده هو كان في دفع فلوس اصلا عشان الناس هو اغلى بلاتفورم في الحاجات دي يعني. اوكي. عشان منتقاه قوي. اوكي. فسيبك من القصه دي وانت اعمل الاساينمنت بتاعك. انا دايما حتى بقولها للناس وبيقعدوا يضحكوا. انت عندك ديلي تاسك عندك حاجه فوق كده اسمها سيرش، اختراع جميل. بتدوس على السيرش دوت. بحث. وبتكتب بالمجال بتاعك. كتبت سبلاي تشين، بيتفتح لك صف خطير بالعرض. بني ادمين شغالين في المجال، people jobs companies posts events products services. هو لينكدين بيقول لك انت عايز انت لو كتبت السيرش ده انت عايز تسرش في ايه دول. فطبعا هنخش على اول واحده على الشمال الخطيره دي. نايس. وهتعمل ايه؟ كونكت لحد ما لينكدين ما يشتمك. اوكي. يقول لك انت وصلت للبريد الصوتي، فهتروح سايبه اسبوع وراجع له تاني. عشان بس الناس تبقى فاهمه لينكدين هيعمل فيك ايه لما انت هتكونكت كتير كده. هيبان او مش هيبان، هيوقفك من ان انت تسرش على كميات معينه. ليك ليميتد اكسس في الشهر. فمش مشكله، هنسيبه شويه نريحه ونرجع تاني. بنعمل كده. نايس. وهنا بقى في حته مهمه، ان ما تتكسفش انك مش عارف الراجل ده، فازاي تعمل له كونكت. لان هنا على السوشيال ميديا بتاعت لينكدين احنا اولاد كار واحد، مش داخلين نعاكس بعض. اوكي. ولا نبيلد ريليشن شيب عشان حاجه تانية. فاحنا هنا هو داخلين عشان احنا في مجال واحد. وانت عارف ان الاوبورتونيتيز هنا هتبقى بيزنس جوب اوبورتونيتي وهكذا. واعتقد يا هشام ممكن حاجه من الحاجات اللي مهمه الناس ممكن تعملها، انه انت كنت في كورس او كنت في ايفنت او كنت في وات ايفر، بعد لما تخلص ديفنتلي كونكت مع السبيكر والترينر ده ديفنتلي. بس غير كده ابعت له مسج اشكره، ابعت له كومنت ان انا كنت مبسوط ان انا معاك النهارده، استفدت بحاجه معينه. ويا سلام بدل لو كمان لو الكومنت او المسج مش عامه، قول له مثلا استفدت في حاجه معينه، دي هتعلم معاه. طبعا. لا خد بالك انا في الفتي، ما انا عايز اقول حاجات كتير قوي انت بتقولها حلوه بس انت بتفكرني لان في بقى الكولد انترودكشن واكلم الراجل ازاي واقول له ايه وابعت له ايه في عيد الحب وعيد الاضحى وعيد الفطر وعيد الام. ما تسيبوش يا راجل. طبعا هو انا يعني مش علاقه سطحيه. ما انا لازم، ما هو لو انا النهارده قابلته في بتاعه وخلاص ومشيت شايف يا جماعه؟ يا لهوي. كان عندنا ايفنت كده من 3 سنين، فمن 4 سنين في ايفنت جت معانا في شركه، والشركه دي ليها جي ام. فانا كنت عارف الشركه وعارف الجي ام وخلاص، ونزلوا سبونسر معانا. السنه اللي بعدها هو قابله في الايفنت مره بعديها بكام شهر يعني، فبيكلموا بقى في التليفون. هو بقى له كام شهر ما كلموش. حبيبي ايه الاخبار؟ هو كان اسامه فعلا وبيتكلم كأنه اصحاب بقى. ايوه عشرة عمر مره واحده يا اخي. على فكره هو ده تقصير مني، وانا دايما بقول لا انا مش يعني، انا الحمد لله بحب الناس جدا بس مش لاحق من الناس. فلا الواحد لازم يبيلد كونكشن، لان هو دول اللي هيكملوا يعني معاك. فالنتورك مهم قوي. غير السبلاي تشين او الفيلد او التخصص بتاعك، اكتب اتش ار، بني ادمين كونكت لحد اخر ما تفايص. يشتمك تسيبه اسبوعين ترجع تاني نفس الكلام. الحاجه الثالثه، الشركه اللي نفسك تشتغل فيها PNG، كتبت PNG دخلت على بني ادمين. اوكي. عملت كونكشن بكل بني ادمين اللي شغالين جوه PNG. بقوا عندك، بقيت عارف الكالتشر بتاعتهم، بقيت عارف بينزلوا ايه، بقيت عارف بيعملوا ايه في حياتهم.
حاجه بس اخيره، في فرق ما بين فولو وكونكت عشان الناس ساعات بتتلخبط. فولو ده معناه ان انت هتتابعه وهو ما يعرفش عنك حاجه. كونكت زي لازم انا اكسبت، فاحنا الاثنين بقى عند بعض شايفين. واوقات عشان في تبقى هنا مهمه، اوقات في بعض البروفايلز كونكت ما بتبقاش باينه من السيرش اللي بره، فبتحتاج تخش على البروفايل عشان تبان لك كونكت، فتعرف تخش على البروفايل وتدوس على ال3 نقط كونكت، يبقى هي زمان خالص كان بيسال، ما اعتقدش بيسال، بيقول لك كنت تعرفه منين، بيسال السؤال دلوقتي. في ناس بتعمل ده لنفسها، ان انت مش هينفع تكونكت الا لما تبعت له مسج اصلا. لكن يعني في معظم الناس فاتحه ده، فما تتكسفش انك تقادل البني ادمين وتحط التارجت. شوف النهارده دلوقتي وانت بتسمع الفيديو دوت عندك كام واحد؟ عندك 0، عندك 10، عندك 20. الشهر اللي جاي رقم تاني. نايس. وانا احط تارجت KPI. وبعدين في حاجه لطيفه تقول لك اد الناس اللي انت عايزهم واكسبت اي حد، لان كده اد الناس اللي انت تارجت انت عايز سيلكتد. انت هنا بقى بتختار، بتنتقي انت هتادمين بالظبط. لكن لما حد يعمل لك انت اد اكسبت بقى عادي. اولا مش هيخسرك، ثانيا انت مش عارف اوبورتونيتي جاي منين. فبس انت وانت بتنقي اختار اللي انت عايزهم في الفيلد بتاعك او اللي اوبورتونيتي، واكسبت اي حد. كبر النتورك، كل حد ممكن يفتح لك حاجه، الله اعلم ممكن تفتح لك ايه في حاجة. انا مبسوط والله. لا زي ما ذاكروا، لا برافو والله العظيم. في مجهود في علم وفي ارقام وفي حاجات. يا رب يكون يعني ناس استفادت حاجه بسيطه يعني. سلمى انت ورا البتاع استفدتي؟ انا حاسس ان الشهاب كان قاعد ورا الكاميرا، شهاب نايم اصلا مش قادر بقى. لينكدين ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا فين الحاجات الحلوه؟ عايز تقول ايه اكتر حاجه انت فرقت معاك قوي على لينكدين عملتها وفرقت معاك قوي؟ انا عارف تقول تيبس كتير قوي بس اللي هو لو في حد دلوقتي اللي عارف كده التيك هوم مسج كده. انا لينكدين قال لي بوزيشننج بتاعي من حد مهتم اكتر بطلبه ممكن او في السيجمنت دي لحد مور بروفيشنال. ايفن حتى لو بنفس الكونتنت اللي بنزله شويه على فيسبوك، بس لينكدين رقاني سيجمنت. نايس. فعشان كده يعني ده دي هو الخلاصه. لا لينكدين خطير. نايس. ولو انت مش متهتم بيه اكرم مين اكرم؟ فانا بقول لك اهو يعني ده هيفرق معاك ان شاء الله. عندي 11,000 فولو. 11,000 فولو ده رقم كبير، مش عارف جابوه لي ازاي. رقم كبير. يعني استغل الملكه اللي ربنا مديها لك وحبت. مش انا كومنت 5 مرات، انا حفظت خلاص الكلام. كومنت 5 مرات وهشير 3 مرات. واحسن بوست معاد لينكدين من 7 ل 9 الصبح. اوف ده according LinkedIn statistics. 7 ل 9 الصبح. ليه؟ عشان الناس بتبقى لسه صاحيه. الناس دي اكنك كنت بتقرا الجورنال زمان اول ما تصحى. ده الناس بتصحى الصبح تشرب القهوه بتاعتها، تفتح الايميلات ولينكدين تشوف في ايه في الكوكب، وبعد كده تبدا بعد ما اوصل ادم ان شاء الله المدرسه افتح لينكدين اعمل اي حاجه وهقفله. اتشي نورتني والله يعني. انا مبسوط ان احنا هنبدا نطلع مع بعضينا، نقعد نفتي في الطب. ان شاء الله تبقى سيريز لطيفه والناس تستفيد بقدر الامكان. ثانك يو سو ماتش يا اتش والله. انتظرونا بقى في الحلقات القادمه مع دكتوري هشام العرقي. وعايزين كده قولوا لنا كده في الكومنتس هل الحاجات كانت بالنسبه لكم مفيده اول مره تسمعوها. انا بيرسونلي كان في كذا حاجه النهارده اول مره اسمعها، فقولوا لنا كده في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا استفدتوا بيها قوي. وقولوا لنا لو في اسئله معينه انتوا عايزين تسالوها لهشام في الحلقات اللي جايه نستغله. فنشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. والشباب بتقول لي بقى لينك سبسكرايب ولايك وشير والحاجات الجميله دي. بنشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. باي باي.